بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلابنا، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي مع حبايبنا طلبة تالتة ثانوي ادبي هنتكلم مع بعض في اكسرسايز نمبر 2 في كتاب المعاصر في يونت 1 اللي كانت بعنوان الكوريليشن والريجريشن. وبعد ما حلينا كل اكسرسايز نمبر 1 بتاع الكوريليشن، جاي لك دلوقتي عشان نحل مع بعض اكسرسايز نمبر 2 اللي هو بعنوان الريجريشن. طيب بعد ما فهمنا الدرس وخلصنا السيشنز بتاعتنا وعارفين يعني ايه ريجريشن لاين ويعني ايه سلوب اللاين وازاي بنجيب الايرور والسكاتر دايجرام ويعني ايه الريجريشن كافيشنت ومين الاي ومين البي، فيلا بينا نبدا مع بعض هنحل. والسؤال اللي هيحتاج مننا زي ما احنا متعودين تفسير لحاجه، هنقول الجزء بتاعه كله من الاول للاخر. طب يلا ورقه وقلم وكالكليتر وهات لك كوبايه شاي برضه. تمام؟ يلا. اول حاجه كل اكسرسايز من الاكسرسايزز دي هيكون فيها مجموعه من الاسئله الام سي كيو. في اسئله هو عايز فكره، عايز رد سريع، عايز حل بسرعه حتى لو بالكالكليتر، وفي اسئله تانية محتاجه ستيبس. طيب واسئله الايسي لا، الايسي موضوع تاني، ممكن يطلب ريكويرد او 2 او 3 في نفس السؤال، ممكن يجيب حته من الشرق وحته من الغرب ويقول لحضرتك ايه جمعهم لي مع بعض. الستبس، التيبل، الجرافس، كل حاجه بتبقى مترتبه في سؤال الايسي. طب يلا اوري لك شكل الاسئله بتاعت الام سي كيو. طبعا برضو هنا احنا بنتكلم حوالي 20 سؤال في الام سي كيو وحوالي 10 اسئله فين في الاس كويستشنز. تمام؟ اول سؤال معانا بيقول لك ايه؟ بيقول لك the statistical equation of a regression line. حلو. ايه بقى؟ where b، شايف البي ده؟ هو الريجريشن كافيشنت. يا جماعه مش احنا كنا قايلين ان احنا عندنا y equal y hat equal a بلس البي اكس. خد بالك عشان هو ممكن الاي والبي دول حروف، دول رموز انا برمز بيهم للارقام. ده يا جماعه اسمه الريجريشن كوفيشنت. حلو. وده بنسميه الانترسبتد بارت، وده برضو بنسميه السلوب بتاع اللاين. حلو. يعني حتى لما انت تيجي تبص في السيشن واحنا بنشرحها رجعتك اولى ثانوي وقلت لك ان اسمها واي ايكوال ام اكس بلس سي. ايوه هو ده الرقم اللي جنب الاكس، الكوفيشنت اوف اكس احنا بنسميه السلوب. طب وبتوع الريجريشن لاين بيسموه ايه؟ الريجريشن كوفيشنت. تمام كده؟ فلو الريجريشن كوفيشنت اللي هو السلوب لازم يكون الرقم اللي جنب الاكس. طيب هل البي هنا جنب الاكس؟ لا، ده اصلا اي رزع ده ما ينفعش، مفيش اكس وواي. والريجريشن لاين بيمثل ريليشن بين الاكس والواي، حاجه اسمها الديبندنت فاريبل والاندبندنت. الاندبندنت ده اللي هو الاكس، والديبندنت اللي بيعتمد عليه هو مين؟ هو الواي. اندبندنت مستقل، تمام؟ ديبندنت يبقى ده ايه؟ معتمد عليه او غير مستقل. هنا y ايكوال اي واي بلس بي، لا برضو ما ينفعش الكلام ده مفيش اكس. تعالى لي بقى اختار ايه ولا اختار بي؟ مستر ما هي مكتوبه قدامك اهو اختار بي. ايوه خد بالك بقى، عشان البي لازم تكون هي الرقم اللي جنب الاكس اللي بيعبر عن السلوب، وبنستفيد منه في شويه حاجات زي الكوريليشن. تمام؟ يعني ايه يا مستر؟ يعني لو البي ده رقم بوزيتيف يبقى معنى كده ان ده ايه؟ في هنا ايه؟ دايركت كوريليشن. طب لو رقم نيجاتيف انفرس كوريليشن. حلو. ما بيقولكش بقى هم التايب بتاع الديجري بتاعتهم ايه، مين سترونج، لا ما بيقولش. هو بيحدد التايب فقط لا غير. تمام؟ عشان السلوب لو انت فاكر واحنا بنقوله السلوب بوزيتيف يبقى انكريز يبقى دايركت، السلوب نيجاتيف يبقى ديكريز تبقى انفرس. حلو. طب مستر لا دي غلط طبعا. ليه؟ لانه حط الايه جنب الاكس، وهنا احنا بنقول ان البي هي اللي لازم تكون جنب الاكس، عشان كده اسمه الريجريشن كافيشنت. حلو. تعالى هنا if the regression line equation اهو. تعالى بقى انت هنا، يلا يا جماعه مين الايه؟ ال7 هي الايه. مين البي؟ النيجاتيف 0.8. قلت له طب حلو مستر، هو الراجل هنا مديني الاي والبي والايكويشن كلها، عايز ايه؟ قال لك then the value of y expected، واحنا قلنا ان الواي هات دي الفاليو الاكسبكتد المتوقع. بريدكت يجي يقول لك ايه؟ بريدكت توقع الرقم، لكن ما بيقولكش كالكوليت، لان الريجريشن لاين مش بيطلع ارقام مظبوطه بالحنتوفه، لا ده بيطلع ارقام قريبه للحقيقه، عشان كده بيبقى في نسبه ايه؟ ايرور. قلت له طيب عايزك تاكسبكت الواي لما الاكس ب 5، او مطلع الكالكوليتر. فين الكالكوليتر؟ اهي. يلا معلم هتعمل ايه؟ ولا اي حاجه، هقوم كاتب واي، بص كده ايكوال 7 ماينس 0.8 وحطيت الاكس هنا بكام الاكس يا معلم؟ ب 5 بس. خلاص حطيت هنا 5 عوض اهو، يبقى 7 ماينس 0.8 باي 5. اقفل براكت دوس ايكوال، يطلع الانسر ب 3 بس.
يبقى الاكسبكتد فاليو بكام؟ ب 3. وهنا لما يديني اكس ويقول لي هات واي، مديني واي ويقول لي هات اكس، سهله عبيطه. ليه؟ الكالكوليتر بتحل الكلام ده. ماشي يا اكسلنس، اللي بعده. يبقى كده دول اول سؤالين. تعالى للسؤال الثالث. بيقول ايه بقى؟ بيقول لك في الريجريشن لاين اللي اسمه y equal 0.2x بلس 3. حلو، يبقى ده البي. خدت بالك هو بدلهم اهو يا مستر، ولا فرق معايا، جاب البي اكس في الاول والاي في الاخر، مش فارق. الرقم اللي جنب الاكس قول لي اسمه تاني، اسمه ايه؟ ريجريشن كافيشنت. ماشي، معامل الريجريشن ده اللي هو الانحدار. ماشي، اللي هو الميل يعني، اللي هو بيمثل السلوب من الاخر. الرقم اللي جنب الاكس. المهم and the value of y expected when x equal 5 كانت 4.6. عايز الايرور. قلت له لحظه كده يا مستر، هو ايه الايرور ده؟ حلو، قال لي بص الايرور ده عباره عن وايتين بيتخانقوا، تمام؟ حد فيهم اكبر من التاني. الواي اللي هي الفاليو اللي احنا بنتكلم عنها، قلت له ماشي، وحاجه اسمها الواي هات. دي بتيجي منين؟ من الايكويشن، ودي بتبقى جيفن او موجوده في التيبل. الفرق ما بين الوايتين هو ده الايرور. ولو انت فاكر احنا كنا بنقول ايه؟ بنقول ان انت عندك الريجريشن لاين ده، عندي مجموعه من النقط عامله كده، وجه الريجريشن لاين ده راح جاي عامل كده. حلو، ففي نقطه هنا نيجي عند الاكس اللي هي الرقم ده مثلا، اي رقم اي رقم اهو مثلا، تعالى هنا عند الاكس دي، فتلاقي ده الواي الحقيقيه اللي هي بتاعت النقطه. طب مش هنا في واي تانية ليها على اللاين؟ قال لي اه، ده اسمه مين؟ الواي هات. فالفرق ما بينهم ده اسمه الايرور. خدت بالك؟ انت عندك اكس واحده بس ليها كام واي؟ وايتين. واي هو هيديها لي جيفن او تطلعها من التيبل، والواي الثانيه بنطلعها من الايكويشن، فتحسب الايرور. الكبير ماينس الصغير، الصغير ماينس الكبير، انا كده باخد ايه؟ ابسوليوت، مش فارقه معايا. قلت له طيب تعالى بقى هنا نرجع للمساله بتاعتنا. قلت له ماشي يلا. الراجل بيقول عند الاكس ايكوال 5. قلت له ماشي. الايكويشن بتاعتنا الواي هات ايكوال 0.2x بلس 3. قلت له عظيم. نعرف نجيب الواي هات؟ قال لي اه طبعا. هنعمل ايه؟ زي ما عملنا في المساله اللي فاتت، هنعوض عن دي بكام؟ ب 5. يبقى 0.2 باي 5 بلس 3. قلت له ماشي ايكوال، يلا يا جماعه نحسب 0.2. 0.2 يعني 1 اوفر 5، ملتبلاي 5 يبقى ب 1. 1 بلس 3 يطلع الانسر بكام؟ 4. ده مين ده؟ ده الواي هات. طب هو الراجل اصلا بيقول لك لو الاكسبكتد فاليو كانت بكام؟ 4.6، عايز الايرور بتاعها في الواي يبقى بكام؟ قلت له خلاص، يبقى الايرور هنحط ابسوليوت الواي ماينس الواي هات، او الواي هات ماينس الواي، مش فارقه عشان انا حاطط ابسوليوت. الواي هو اصلا قايلها لك ان هي بكام؟ ب 4.6. هو ده الجيفن، الجيفن بتاعه اهو. هو عايز الايرور، خد بالك يعني احنا بندور على الايرور في الفاليو اوف واي. حلو، ماينس الواي هات اللي انت جبتها بكام؟ ب 4. 4.6 ماينس 4 يطلع 0.6، ده نسبه الايرور. حلو، يبقى الانسر بتاعك هو مين؟ 0.6. مستر طب ليه مش نيجاتيف 0.6؟ الايرور دايما بوزيتيف فاليو، تمام؟ الفرق، تمام، ملوش دعوه في ابسوليوت. خدت بالك؟ ابسوليوت ده بيطلعش ارقام ايه؟ نيجاتيف ابدا ابدا ابدا. ماشي، نروح بعد كده للسؤال نمبر 4. هنا الراجل بيقول يا جماعه الريجريشن لاين، بص بقى عشان تربط الحته بتاعت الريجريشن والكوريليشن اللي هو السيشن اللي فاتت، عايزك تركز على حته صغيره، ان الرقم اللي جنب الاكس اللي انا لسه كنت بحكي لك حدوته واساميه ده، هو بيعبر عن التايب بتاع الكوريليشن. التايب فقط، يا دايركت يا انفرس. بوزيتيف يديني دايركت، نيجاتيف يديني انفرس، بس ملوش دعوه باي حاجه ثانيه. طب انا لو جيت وقمت مزود معلومه، ايه المعلومه يا معلم؟ ان السلوب بوزيتيف، قال لي يبقى دايركت كوريليشن، السلوب نيجاتيف يبقى انفرس كوريليشن. حلو كده؟ قمت مزود معلومه كمان، ايه بقى؟ ان كل النقط موجوده على نفس اللاين، يعني مفيش ولا نقطه بره اللاين. قال لي ده بيرفكت، يا بيرفكت ودايركت يا بيرفكت وايه؟ وانفرس. خد بالك ملوش دعوه بالسلوب، يعني ممكن تبقى الار ب 1 بس السلوب ب 3 عادي، تمام؟ بس كلمه all points معناها ان كل النقط على اللاين، معناه ان ده بيرفكت كوريليشن سواء دايركت او انفرس. ماشي، تعالى بقى هنا.
if the regression line الايكويشن بتاعته اهي حلوه. بص دي يا معلم، الاي ب 3، طب والبي بكام؟ قال لي بنيجاتيف 1. بص بقى انا كاتب كده البي بكام يا جماعه؟ بنيجاتيف 1. يعني السلوب يا جماعه، قال لي السلوب نيجاتيف. قلت له يبقى الكورليشن يا جماعه، قال لي الكورليشن انفرس. بس يا معلم، هو بقى بيقول لك then the correlation between the two variables x و y direct non correlation nihilistic inverse. قلت له بص، بما ان في لاين، اللاين ده بيترسم بين نقط، والنقط دي بتبقى عامله شكل لاين، يعني لازم يكون لينير، فكلمه نون كورليشن دي مش موجوده، ونايلستيك دي مش موجوده، انا بختار يا دايركت يا انفرس، وده اللي انا قلته لك من شويه. طب سنس ان السلوب نيجاتيف يبقى هو ديكريزنج، يبقى معنى كده ان الكورليشن ايه؟ انفرس. خلصت يا معلم. ماشي. طب تعالى سؤال تاني، بيقول لك the variable required to be estimated in the regression line. الفاريبل اللي احنا بنحدده او بنتوقعه او بنستنتجه، قلت له ماشي، is called ايه؟ is called independent variable المستقل، ولا dependent اللي هو الغير مستقل اللي بيعتمد على الاخرين يعني، ولا دايركت ولا انفرس؟ قلت له بص، هو انت بترزع الانفرس والدايركت دول رزع، لان مفيش حاجه اسمها دايركت فاريبل او انفرس فاريبل. تمام؟ فيا اما ديبندنت يا اما اندبندنت. قلت له ماشي، اللي احنا بنحدده يا جماعه هو الواي. طب الواي ده بيعتمد على الاكس ولا لا؟ اه طبعا بيعتمد على الاكس، عشان كده الاكس هو الاندبندنت، سترونج اندبندنت فاريبل. تمام؟ ده مين؟ ده الاكس. يبقى الواي اللي احنا بنحدده اللي بيعتمد على الاكس اسمه ايه؟ الديبندنت فاريبل. ماشي؟ ماشي. سؤال كمان. طيب هنيجي دلوقتي للسؤال نمبر 6. بيقول لك ايه يا معلم؟ بيقول لك if all points stop. يا مستر لسه ما قلناش حاجه. stop ليه بقى؟ لما يقول لي all points كل النقط، هو هنا عايز يقول حاجه، يقول لك مفيش نقطه بره اللاين، فكل النقط على نفس اللاين، يعني معنى كده ان ده perfect correlation. ليه؟ لان الارتباط هنا تام، كل النقط على نفس اللاين. اسلوبه بقى بكام مش قصتي. تمام؟ هو دايركت ولا انفرس مش قصتي، بس المهم ان هو بيرفكت. يبقى لما يقول لي all points in the scatter diagram line straight line، على طول اول ما توصل للحته دي تقوم كاتب كده، يبقى ده بيرفكت على طول. قلت له ماشي. whose slope is negative، بس سلوب نيجاتيف. قلت له حلو، يعني البي رقم نيجاتيف، اللي هو كان اسمه ايه؟ ريجريشن كوفيشنت او كوفيشنت اوف ريجريشن. قلت له ماشي، يبقى معنى كده ان الكورليشن هيبقى ايه؟ دايركت ولا انفرس؟ قال لي انفرس. بس يا معلم. طب تعال، يبقى انا معايا بيرفكت وانفرس. قال لي ماشي، يبقى الكورليشن كوفيشنت ار بكام يا معلم؟ قال لي بنيجاتيف 1. بس انت اول حاجه انفرس، فما ينفعش الزيرو ما ينفعش ال1، فهو نيجاتيف هاف ولا نيجاتيف 1؟ نيجاتيف 1 طبعا، لان بيرفكت، لان كل النقط موجوده على مين؟ على اللاين. طب كمل اللي بعدها. if all، قلت له ستوب برضو، اهي the points in the scatter diagram line the straight line، قلت له وصلنا لحد هنا، يبقى ده بيرفكت. whose slope is positive، يا على الانسان، لما السلوب يبقى بوزيتيف يعني البي رقم بوزيتيف، يعني الريجريشن كافيشنت رقم بوزيتيف، يبقى الكورليشن دايركت. صح دايركت. طب سنس ان هو دايركت وبيرفكت، يبقى الار بكام؟ الكورليشن كوفيشنت بين الاكس والواي اللي هو الار بكام؟ 1 طبعا. يبقى الاختيار هو مين؟ دي. ماشي يا معلم. يبقى لما يقول لي كل النقط، يبقى الفكره ايه؟ ملعوبه. كل النقط يعني مفيش ولا نقطه بره اللاين، فيبقى بيرفكت. بيرفكت واسلوبه بوزيتيف يبقى دايركت، واسلوبه نيجاتيف يبقى انفرس. حلوه. اللي بعدها جاي هنا في السؤال ده عايز يقول السؤال ولكن بصيغه مختلفه، فجاب السؤال ده في امتحان فيرست سيشن 2017. فقال له ايه؟ قال له لو الريجريشن لاين بتاعنا y on x هي دي الايكويشن بتاعته. قلت له ماشي. يبقى يا جماعه كنا بنقول على الايه ده اسمه الانترسبتد بارت فروم الواي، بيقطع الواي اكسس في انهي نقطه، فوق ولا تحت؟ عند الزيرو براحته. والبي ده هو السلوب. فراح جاي قايل حاجه، قال لك if the coefficient of x، مين الكوفيشنت اوف x؟ البي. قلت له ماشي، اللي هو الريجريشن كوفيشنت. قلت له حلو. less than 0، قلت له لحظه كده، less than 0 يعني ايه؟ قال لي less than 0 يعني رقم نيجاتيف. البي نيجاتيف يعني السلوب نيجاتيف. قلت له ماشي، يبقى الكورليشن، بس خلاص بقى انا لعبتها،
correlation هتبقى ايه؟ inverse. فالراجل راح جاي قال then the correlation between the two variables x و y هل هي nihilistic؟ لا، والا ما كانش هيبقى في لاين اصلا وفي ريجريشن. بيرفكت ما اعرفش حضرتك، انت ما قلتش كل النقط، ما قلتش all. ماشي. دايركت لا طبعا، لان السلوب نيجاتيف. انفرس انفرس. فيجي واحد يقول لك ايه، طب وعرفت ما يمكن بيرفكت؟ طب هي لو بيرفكت دايركت ولا بيرفكت انفرس؟ ما البيرفكت ده عنده احتمالين، لكن بما ان السلوب نيجاتيف يبقى الكورليشن انفرس. ما خلاص. اللي بعده قال لي عندنا 2 بوينتس، قلت له ماشي. 2 بوينتس دولت لاين ذا ريجريشن لاين، نقطتين على اللاين يا جماعه. فكر كده معايا، لو انا معايا لاين وعليه نقطتين، نقطه هنا اسمها ايه ونقطه هنا اسمها بي، سيبك من وضعهم عامل ازاي واللاين عامل ازاي، مش قصتي دلوقتي. قلت له مش لو دي ليها x1 ودي ليها y1 ودي ليها x2 ودي ليها y2 اقدر اجيب السلوب اللي هو البي ويبقى اسمه دلتا واي اوفر دلتا اكس؟ قال لي طبعا، ما هو الاسلوب دلتا واي على دلتا اكس اوبزيت على ادجيسنت. حلو كده. قال لي ماشي. طب انا معايا نقطتين دلوقتي، قلت له سميهم، سمي دي اكس 1 ودي واي 1 وسمي دي اكس 2 دي مين؟ واي 2. وتشوفوا بقى هو عايز ايه. فالراجل قال زين ذا كورليشن بين الاكس والواي ايه. قلت له بص، مش لو السلوب نيجاتيف يبقى الكورليشن انفرس، ولو السلوب بوزيتيف يبقى الكورليشن دايركت. قلت له حلو، طب ما نجيب السلوب ازاي؟ اهو ما انا لسه قايل لك دلتا واي اوفر دلتا اكس. قلت له خلاص نروح نجيب البي. بص اللي هو مين؟ اللي هو السلوب بتاع اللاين او ميل اللاين، اللي هو مين؟ دلتا واي اوفر دلتا اكس، اللي هو مين؟ واي 2 ماينس واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1، فرق الاكسات على فرق الوايات. حلو كده؟ فرق الوايات على فرق الاكسات. تعالى بقى، انهي واي وانهي اكس مش مشكله، بس اكتب الرول واي 2 ماينس واي 1 يبقى تحت اكس 2 ماينس اكس 1. طب كتبت فوق واي 1 ماينس واي 2 تكتب تحت اكس 1 ماينس اكس 2. تمام؟ تعالى هنا نبدا بالرول اللي احنا كاتبينه، واي 2 يعني 5 ماينس واي 1 ب 10 اوفر ماشي اكس 2 ب 6.5 ماينس 11.5 يطلع اللي فوق بكام؟ بنيجاتيف 5. طب واللي تحت بكام؟ بنيجاتيف 5 تاني. نيجاتيف اوفر نيجاتيف يطلع الانسر بكام؟ ببوزيتيف 1. يبقى السلوب ب 1. خد بالك، لو السلوب او البي ب 1 مش معناه ان الار ب 1، معناه ان الار بوزيتيف بس. ماشي؟ لكن لو كان قال كل النقط تقع على هذا اللاين ساعتها كان يبقى بيرفكت. قلت له ماشي، يبقى دايركت ولا انفرس ولا بيرفكت ولا نايلستيك؟ مفيش نايلستيك. بيرفكت دي انت حضرتك مش محدد هي دايركت ولا انفرس. السلوب بوزيتيف، قلت له سنس ان السلوب اللي هي البي طلعت ب 1 وال1 ده رقم بوزيتيف، يبقى احنا في علاقه الايه؟ الدايركت طبعا، ودي غلط. ماشي؟ فهمت كده؟ لما اديني نقطتين اعمل ايه؟ اجيب. طب مستر ممكن اجيب الايكويشن نفسها بتاعت اللاين عن طريق نقطتين؟ ازاي؟ تقول y minus y1 over x minus x1 equal السلوب، وتجيب السلوب ازاي؟ دلتا y over دلتا x. حلو كده؟ فيبقى هنا انا ممكن اجيب الايكويشن اوف ستريت لاين، ودي واحنا بنشرح في الدرس قلت لك حته في اولى ثانوي اسمها ايكويشن اوف ستريت لاين y equal mx plus c ax plus by plus c equal 0 دلتا y على دلتا x عشان نجيب السلوب، او tan ثيتا عشان نجيب السلوب. وفكرنا في القصه دي وعرفنا يعني ايه سلوب وانترسبتد بارت، وشرحنا قصه اللاين نفسها عامله ازاي. هنا انا عايز السلوب بس عن طريق نقطتين. طب تعالى السؤال اللي بعد كده اللي هو نمبر 9، اداني نقطتين بس اسمع دي بقى. قال ايه؟ قال لك if the 2 points 2 8 و7 و3 هنكتب اهو، ده x1 وده مين؟ y1 وده x2 ده مين؟ y2. لاين ذا ريجريشن لاين موجودين على الريجريشن لاين. الكورليشن از بيرفكت، هو اللي حلف باليمين ان هو بيرفكت. then the linear correlation coefficient equal كام؟ الار بكام؟ قلت له بص، الار ده يا هيبقى ب1 يا هيبقى بنيجاتيف 1، مفيش زيرو ومفيش هاف. ليه يا معلم؟ ما هو حلف ان هو بيرفكت. طب واعرف منين هو 1 ولا نيجاتيف 1؟ على حسب السلوب. فلو السلوب بوزيتيف يبقى الار بوزيتيف، طب لو السلوب نيجاتيف يبقى الار نيجاتيف، ساعتها هعرف اختار. قلت له طب يلا نجيب السلوب. السلوب اللي هو البي اللي هو دلتا واي اوفر دلتا اكس، الكلام انا بعيده اهو تاني، y2 minus y1 over x2 minus x1. يلا يا معلم ملين. y2 بكام؟ ب 3 minus y1 بكام؟ y1 ب 8. طب و x2 ب 7 minus x1 بكام؟
ب 2 ايا ما كانت بوزيتيف او نيجاتيف، النيجاتيف دي ديفرنس دلتا على دلتا. نحسب 3 ماينس 8 يطلع نيجاتيف 5، 7 ماينس 2 يطلع ب 5، يبقى الانسر نيجاتيف 1. حتى لو طلع نيجاتيف هاف، حتى لو طلع نيجاتيف 3، حتى لو طلع نيجاتيف وخلاص، يبقى انا هروح اختار النيجاتيف 1. ليه يا مستر؟ عشان هو قال بيرفكت ونيجاتيف. ما هو معنى ان دي نيجاتيف يبقى احنا في الانفرس. بس يا جماعه احلف باليمين تاني، البي او السلوب بيتحدد هو دايركت ولا انفرس بس. الار بكام ما اعرفش، هو اللي يقول، هو اللي يقول لك ان اول بوينتس فاختارها بيرفكت، هو اللي يقول بيرفكت فاختارها يا 1 يا نيجاتيف 1. الار بتعتمد على الساين بتاعت البي، الفاليو بقى بتاعتها، القيمه بتاع الرقم بتاع الار ما نعرفش نجيبه. لازم عشان تجيبه يكون معاك مين؟ دلتا واي ده عندك سميشن اكس، بيرسون، سبيرمان، الحاجات دي. ماشي. سؤال تاني نمبر 11، واسمع دي بقى. هنا بيقول ايه؟ بيقول لك عندي 2 بوينتس 5 و 13 اللي هي x1 ومين؟ y1، ونقطة تانية اسمها x2 y2. line the regression line y و x. then all the following points lie in the same line except. طب مستر اعرف منين؟ هتجرب. ليه اجرب ليه؟ قال لي ما هو دلوقتي مديك 4 اختيارات بيقول لك كلهم موجودين ما عدا، يعني في 3 صح وواحده غلط، يبقى انت لازم هتجرب. اجرب فين؟ في الايكويجن. طب دي نجيبها ازاي؟ بص يا معلم، اول حاجه احنا ممكن نعتمد على السلوب. السلوب ده بيقول ايه؟ اي نقطتين على اللاين بيكون ليهم نفس السلوب. يعني انا لو معايا A و B و C و D، فاكر الكلام اللي انا قلته من شويه ده؟ ادي هنا A، وادي هنا B، وادي هنا C، وادي هنا D. ماشي. وانت معاك 4 بوينت، لما تجيب الدلتا واي على الدلتا اكس من النقطتين دول يطلع برقم. طب لو اخترت النقطه دي مع النقطه دي يطلع بنفس الرقم. طب لو اخترت النقطه دي مع النقطه دي يطلع نفس الرقم. فاي نقطتين هيدوني نفس السلوب. طب ما نجيب السلوب من النقطتين الجبن وبعد كده نشوف بقى اللي هيحصل. قلت له يلا. فنقول ان النقطه دي اسمها A والنقطه دي اسمها B. فهنجيب دلتا واي اوفر دلتا اكس من الاي والبي، يطلع y2 minus y1 اوفر x2 minus x1. y2 بكام يا معلم؟ ب 4. y1 بكام يا معلم؟ ب 13. x2 بكام يا معلم؟ ب 14. x1 بكام يا معلم؟ ب 5. نحسب دي 4 minus 13 نيجاتيف 9. 14 minus 5 ب 9، يطلع الانسر بنيجاتيف 1. حلو كده؟ مستر طب انا لو اخترت الايه مع النقطه دي مش المفروض يطلع نيجاتيف 1 برضو؟ او اخترت البي مع النقطه دي، قال لي برضو ما هما النقطتين دي انا متاكد انها موجوده على اللاين، ودي متاكد انها موجوده على اللاين، دي شاكك فيها. فلو خدت الايه مع النقطه الاولى وجبت دلتا واي على دلتا اكس وطلعت نيجاتيف 1 يبقى موجوده على اللاين وتكمل. طب تعالوا نحل بالطريقه دي وبعد كده اقول لك طريقه كمان تانية. قلت له ماشي، هنسمي النقطه دي سي مثلا. قلت له ماشي، نجيب الدلتا واي اوفر الدلتا اكس، لو طلعت بنيجاتيف 1 تبقى معانا هنسيبها ونروح للدي او للاي او وات ايفر يعني. حلو. قلت له ماشي يلا. الواي بتاعت دي ماينس الواي دي، قلت له يبقى 13 ماينس 5. الاكسات 5 ماينس 15. احسب 13 ماينس 5 تطلع ب 8. 5 ماينس 15 نيجاتيف 10. هل ده هو ده؟ قلت له لا. قال لي يبقى النقطه دي مش موجوده على اللاين، وحظك كويس انها اول واحده، لان لو ده طلع نيجاتيف 1 هختار النقطه اللي بعدها والنقطه اللي بعدها طلع الاسلوب. طب في طريقه ثانيه. ايه الطريقه الثانيه؟ اجيب الايكويشن نفسها. طب بنجيب الايكويشن ازاي؟ y minus y1 over x minus x1 equal سلوب. طب مستر مين y1 ومين x1؟ اي نقطه بالعربي اهو دي اي نقطه على مين؟ على اللاين. بس لازم تكون متاكد ان هي على اللاين. قلت له ماشي يلا. فيبقى y ماينس، نختار النقطه الاولى اللي هي 13 اوفر x ماينس الاكس بتاعتها بكام؟ ب 5 ايكوال سلوب اللي هو بكام؟ بنيجاتيف 1. اعمل كروس مالتيبليكيشن عشان نشوف الايكويشن شكلها عامل ازاي. y ماينس 13 اهي ايكوالز، وهنا نيجاتيف 1 باي اكس بنيجاتيف اكس، ونيجاتيف 1 باي نيجاتيف 5 ببوزيتيف 5. فيطلع y بلس الاكس نيجاتيف 13 ماينس 5 يعني نيجاتيف 18 ايكوال ايه؟ 0. شايف دي الايكويشن بتاعت اللاين. طب اي نقطه لازم تعوض بيها هنا يطلع الليفت قد الرايت ما دام هي على اللاين. يعني مثلا تعالى ناخد النقطه دي ونشوفها موجوده على اللاين ولا لا. فتروح جاي واخد الاكس ومعوض ب 13، يبقى نحط هنا مكان دي كام؟ 13.
والواي ونعوض ب 5 ونحط هنا كام؟ 5 ماينس 18. مش دول 18 ماينس 18 هيطلع الانسر بزيرو؟ يبقى النقطة دي معانا. ناخد نقطة تانية 6 و12 يبقى الاكس ب 6 والواي بكام؟ ب 12. بص انا بجرب في الايكويجن، ركز انا بجرب في الايكويجن. يبقى الواي ب 12 والاكس بكام؟ ب 6 ماينس 18. هل دول بيطلعوا بزيرو؟ بيطلعوا بزيرو، يبقى دي كمان معانا. بص انا بعمل ايه؟ انا مره استخدمت الاسلوب عشان ارفض النقطه دي، طب تعالى نعوض بقى بالنقطه اللي هي مرفوضه دي عشان نتاكد. قلت له تعالى نعوض بالنقطه المرفوضه. امسح دولك كده كويس اهو، مسحناهم اهو. تعالى بقى يا معلم، الواي بكام؟ ب 5. يبقى الواي ب 5 والاكس بكام؟ ب 15. هل 5 بلس 15 ماينس 18 يطلع بزيرو؟ قال لي لا، نوت ايكوال زيرو. بما انه نوت ايكوال زيرو يبقى ما ينفعش يكون موجود على اللاين، يبقى ده مرفوض. يبقى خد بالك من نقطه، انا قلت لك ان اي نقطتين على اللاين لازم اسلوبهم يكون زي بعض. حلو، فجبت النقطتين اللي معانا الجيفن طلع الاسلوب بنيجاتيف 1. المفروض لما اخد النقطه ايه مع النقطه دي الاولى دي يطلع نفس الاسلوب، وده ما حصلش فرفضناها فبقت هي الانسر. خلصنا، لان هو بيقول لك اول اكسبت. او ان انت تجيب الايكويشن بتاعت اللاين وخليك فاكر الحته دي كويس قوي. فبقى دي معايا الايكويشن رتبتها طلع بالمنظر ده. اي نقطه على اللاين ارميها جوه الايكويشن يطلع الليفت قد الرايت. طب لو طلع الليفت نوت ايكوال الرايت يبقى معنى كده ان النقطه دي مش على اللاين بتاعنا. تعال نروح دلوقتي لسؤال نمبر 12، وده كان في الفيرست سيشن في امتحان 24. بيقول لك ايه بقى؟ if all points، قلت له all، استنى بقى، in the scatter diagram line is a straight line. حلو، يبقى perfect. يعني الار يا ب 1 يا بنيجاتيف 1، ماشي. then the correlation between the two variables may be equal. may، قلت له يا 3 over 4 ما تنفعش، والزيرو ما ينفعش، والنيجاتيف هاف ما ينفعش، يبقى نيجاتيف 1 هو اللي ينفع. ليه؟ بما انه قال بيرفكت يبقى انت ما عندكش غير اختيار من اتنين، يا 1 يا نيجاتيف 1. انت عال لو قال بيرفكت والسلوب بوزيتيف يبقى اختار 1، بيرفكت والسلوب نيجاتيف يبقى نيجاتيف 1. خدت بالك من القصه دي؟ طب قال بيرفكت وسكت، يا يديني 1 يا يديني نيجاتيف 1، ما الاثنين صح. فهنا الاختيار كان نيجاتيف 1، عشان كده هو قال ميبي. نروح بعد كده للاسئله اللي فيها حسابات. حسابات ايه بقى؟ تعالى بقى اجيب كالكوليتر. اسمع دي بقى يا معلم. الراجل بيقول لك انا هدي لك سميشن الاكس، سميشن الواي، سميشن اكس سكويرد، سميشن اكس واي، والان ب 7، وعايز الريجريشن لاين ايكويجن واي واكس. هنجيبها ازاي؟ قال لي عايزين الاي والبي، ودول الاي وادي البي. وخد بالك ان انت عشان تجيب الايكويجن اللي هي a بلس بي اكس الكلام ده هيبقى موجود في ورقه المفاهيم. حلو، لان دي رولز. قلت له ماشي، هتعوض يا معلم، هات لي البي. قلت له ماشي، يلا يا عم نعوض نجيب البي اهو. بكام؟ ان سميشن اكس واي، الان ب 7، سميشن الاكس واي 2899 ماينس سميشن الاكس باي سميشن الواي. قلت له سميشن الاكس بكام يا جماعه؟ ب 79. 79 اهي، باي سميشن الواي 179 اوفر ان ب 7، سميشن الاكس سكوير 1331 ماينس سميشن الاكس اول باور 2. ماشي، اول باور 2 اهي، سميشن الاكس ب 79. احسب يا معلم وهات البي. قلت له يلا يا معلم نحسب ونجيب البي. معاك كالكليتر؟ انا معايا كالكليتر. ها، اللي فوق 7 افتح براكت زي ما انا كاتبها 28899، اقفل البراكت ماينس، افتح براكت تاني 79، اقفل براكت تالت 179، اقفل دوس ايكوال اللي تحت بقى نكتب ايه؟ 7 في براكت 1331، اقفل ماينس هنا 79 في براكت باور 2 دوس ايكوال، يطلع ب 2. كل ده بكام يا معلم؟ ب 2. يبقى البي ب 2. تعال نجيب الاي. يلا يا مستر هات الاي. الاي اهي، سميشن واي ماينس بي سميشن اكس اوفر ان، سميشن الواي ب 179 ماينس بي، البي احنا جبناها فوق ب 2. ماشي، سميشن الاكس ب 79 اوفر مين؟ اوفر الان اللي هي ب 7. احسب دولت عشان نطلع الاي. يبقى 179 ماينس 2 باي 79 اوفر 7 دوس ايكوال يطلع ب 3. بس يا باشا، يبقى البي ب 2 والاي ب 3، يعني السلوب ب 2. قلت له حلو. يعني ممكن اجيب المساله دي وما يسالنيش عن الايكويشن. عارف يسالني عن ايه؟ يقول لي الكورليشن دايركت ولا انفرس.
فالبي بوزيتيف، فيبقى صح، ما انا فاهم. فنيجي نكتب بقى الايكويشن واي هات بتتكتب كده a بلس بي اكس يبقى 3 بلس 2 اكس، او 2 اكس بلس 3 مش فارقه هنا دول بلس، فنكتبها 2 اكس بلس 3 عشان تبقى شبه والله ما انا مزعلك. 2 اكس بلس 3 اهي، اهي وادي الواي هات 2 اكس بلس 3، 2 اكس بلس 3 اول واحده بس يا معلم. يبقى هو مديني الرولز ومديني السمشن اكس وسمشن واي عشان تجيب البي وتجيب الاي وتبقى عارف مين البي ومين الاي. البي الرقم اللي جنب الاكس ريجريشن كافيشن او السلوب. ماشي. طب لو طلب الكوريليشن بقى، طلب الار، اجيبه ازاي؟ قال لي ما ينفعش هنا لان انا معيش سمشن الواي سكوارد. هو مدي لك الحاجات اللي على قد الرول الثانيه. فاكر الرول بتاع بيرسون كان فيه سمشن اكس سكوارد وسمشن واي سكوارد سمشن اكس واي وسمشن اكس وسمشن واي والان، 6 حاجات. هو هنا مدي لك 5 بس عشان تقدر تجيب الاي والبي، يا دوبك تجيب الاي والبي. تمام. لكن هو عايز الار يدي لك كل حاجه وانت تتعامل، او اديني التيبل، اديني بقى التيبل وانا عايش. فاكر بقى تجيب بقى كل حاجه. قلت له ماشي يلا. تعالى هنا نفس الفكره في امتحان 22. ايه بقى القصه؟ المره دي قام عامل تويستايه. قال لك ايه؟ الواد كل مره اديله سميشن اكس سميشن واي ويديله كل حاجه واي يروح يعوض. طب انا هعمل تويستايه. قلت له قول. قال لك in the study to show the relation between two variables x و y if you know that summation الاكس ب 10. قلت له ماشي. وسميشن الواي ب 32 والان ب 4. قلت له فين بقيه الناس؟ فين بقيه الشغل؟ فين سميشن اكس واي وسميشن اكس سكوارد فين؟ قال لي اسكت ياض، عايز الايكويشن بتاعت الريجريشن اللي اسمها a بلس 2x. الحق، ده البي موجوده. البي موجود ب 2. طب ما هو مديني البي، خلاص يا معلم هات له الاي. نيجي نكتب الاي. بص الرول بتاع الاي بيقول ايه؟ بيقول سميشن الواي معانا معانا ب 32 ماينس البي معانا ما انا قلت لك طلعتها من الايكويشن من هنا طلعت ب 2. قلت له ماشي. سميشن الاكس معانا، قال لي سميشن الاكس معانا ب 10 اهي. اوفر الان بكام؟ ب 4. هات الاي. قلت له يلا. يبقى سميشن الواي الواي ب 32 ماينس البي اللي احنا قلنا عليها ب 2 سميشن الاكس اللي هي ب 10 والان ب 4. احسب يا معلم هات لي الاي، هو مش عايز غير الاي. طب لو طلب بقيه يا باشا نجيب له نعوض له عادي صباح الفل. هات كده. يبقى دي هنا 32 ماينس براكت 2 باي 10 يعني 20 اوفر 4 3. الحق ده جايب نفس المسألة بالأرقام. أهبل يعني، مش مهم. يبقى الإيه بكام؟ ب 3. يبقى هو اداني الإيكويجن أطلع منها البي، آخد البي أحطه في الرول بتاع الإيه، خلصت. تمام؟ فعايز حد فايق، فايق مش مبصمج. تمام؟ لأن هو هنا لما كان بيديني سمشن الإكس وسمشن الواي وسمشن إكس سكواد وأنت تروح تشتغل، خلاص أنا عارف إن الرول هو أروح أعوض. طب أنت لقيت إن المسألة هو عايز الإيه؟ مديني البي في المسألة، هروح ادور هنا بس خلاص، ما انا معايا البي اجيبها منين؟ من الايكويشن، الرقم اللي جنب الاكس. ماشي. سؤال تاني نمبر 15. حلو حلو السؤال ده، يا رب يسألنا عن الايرور. هو سأل عن الايرور فعلا. تعالى بقى معلم. فاكر الرول بتاع الايرور اللي انا كتبته؟ يا مستر الايرور عبارة عن ابسوليوت الواي ماينس الواي هات، او الواي هات ماينس الواي. قلت له كمل لي بقى مين الواي؟ قال لي الجيفن او من التيبل. الفاليو بتاعت الواي اللي من الجيفن اور من التيبل بنسميها التيبيوليشن فاليو. طب وهنا الواي هات دي من الايكويشن الاستيميتد فاليو اللي احنا بنطلعها بندور عليها. طب يلا، الراجل بيقول لي الايكويشن اهي. حلو يا معلم. عايز ايه؟ عايز الايرور عند الاكس ب 10. خدت بالك؟ عند الاكس ب 10. عند الاكس ب 10 انا بطلع وايتين، واي من التيبل واحطها هنا، واي من الايكويشن. قلت له طيب تعالى نجيب يا جماعه الايرور اهو. الايرور عباره عن ابسوليوت واي من التيبل عند الاكس ب 10. عند الاكس ب 10 الاكس ب 10 يبقى الواي بكام؟ ب 8. يبقى دي الواي بتاعت التيبل ماينس الواي هات. الواي هات ايه؟ عوض هنا يا معلم. عوض بكام؟ باكس ب 10. قلت له ماشي. نروح نجيب الواي هات فوق كده اهو. الواي هات ايكوال 4.2 بلس 0.3 باي الاكس اللي هي ب 10. احسب يا معلم حموكشه. عملت ايه؟ ولا عملت اي حاجه، قمت شايل ال 10 معوض بيها هنا. يبقى 4.2 بلس 0.3 باي 10 تطلع بكام؟ 7.2.
فطلعت دي ب 7.2 بس. يبقى انا كده معايا كام واي؟ وايتين، واحده من التيبل ب 8 واحده من الايكويشن ب 7.2. اقول له 8 ماينس 7.2 او 7.2 ماينس 8، الايرور لازم يطلع رقم بوزيتيف، فدي هتطلع ب 0.8. 0.8 يعني انا اصلا وانا بختار دلوقتي بص، النيجاتيف دي مش هختارها والنيجاتيف دي مش هختارها. لا يا مستر مش هختارها، ما فيش ايرور بالنيجاتيف. حلو، يبقى هنا نختار مين؟ ال 0.8. وصلت يا اكسلنس؟ بس خلاص، يبقى انت هنا عشان تجيب الايرور محتاج وايتين، واي من التيبل او حاجه جيفن، والواي الثانيه بتحسبها من الايكويشن او بنسميها الاستيميتد فاليو. نمبر 16، يلا هيعمل ايه بقى هنا؟ عمل تويستايه برضو. قام قايل from the data in the following table، ادي التيبل بتاعك، وقال لك عند الاكس ب 8 كان الايرور ب 0.3. الايرور هو اللي ب 0.3. then the value of satisfying the regression equation may be equal. may be، قلت له ليه بقى المي بي؟ هيطلع حلين. ازاي حلين؟ قال لي اكتب الرول بتاع الايرور. قلت له ماشي. الايرور اهو عباره عن absolute y ماينس الواي هات، ودي الجيفن ودي الاستيميتد. قلت له حلو. فالايرور ب 0.3، قلت له ماشي، ايكوال absolute الواي. الواي عند الاكس ب 8، فين الاكس ب 8 اهي، يبقى الواي بتاعتها بكام؟ ب 6. قلت له ماشي، يبقى 6 ماينس الواي هات اللي هي الاستيميتد. حلو كده؟ يلا حل. حل ازاي يا مستر؟ قلت له لا، ما هو الابسوليوت ده بيطلع حلين، مره بوزيتيف ومره نيجاتيف. قلت له يبقى عندي ال 6 ماينس الواي هات ايكوال 0.3، او 6 ماينس الواي هات ايكوال نيجاتيف ال 0.3. فيجي واحد يقول لك يا عم مستر فكك، انا هاخد اصلا الاختيارات واروح اعوض بيها هنا، لا يديني نفس الرقم ده هتختاره وخلص الكلام. قلت له ماشي. فنيجي هنا نقوم موديين النيجاتيف دي وجايبين البوزيتيف دي هنا، يبقى 6 ماينس 0.3 ايكوال الواي هات، فيطلع عندك الواي هات ب 5.7. هل في 5.7 في الاختيارات؟ لا، يبقى ده ريفيوز. هو صح بس مش موجود في الاختيارات. تعالى بقى هنا، ودي الواي دي هنا وهات النيجاتيف دي هنا، يبقى 6، وهات دي هنا تبقى بوزيتيف 0.3 ايكوال الواي هات، يبقى 6.3. ادي الواي هات. او تجرب يا معلم وتختار ال 6.3 بس. ما هي واحده ب 6 والفرق ما بينهم 0.3، يبقى يا اما اكبر من ال 6 ب 0.3 يعني 6 0.3، او اقل منها ب 0.3 يعني 5.7، وال 5.7 مش موجود. ما هو مديني نسبه الخطا وعايز الواي، فالفرق ما بينهم هو ال 0.3. اصحى، هو كل مره يديني الواي وانا اجيب الواي من التيبل واجيب الواي هات واحسب الايرور. المره دي عكس، اما مديني الايرور ومديني الواي من التيبل، هتجيب انت الواي هات. يجي بقى بني ادم براس كلب قاعد معانا بعد ده كله يقول لك هي مين الواي هات دي؟ عارف انت الاسئله اللي هي تجيب جلطه تصلب شرايين؟ هي دي. تمام. الواي هات اللي هي الواي اللي بتطلع من الايكويشن حموكش، ودي بنسميها الاستيميتد فاليو او البريدكشن بتاع الواي عند الاكس برقم. تمام. وليه بنقول عليها كده؟ عشان هي مش مظبوطه قوي، يعني فيها نسبه خطا. تمام. اللي هو الايرور، الواي اللي عليها علامه زي السبعه كده 8 كده. تمام. دي اسمها الواي هات. المهم بيقول لي from the following table، مديني مساله وبيقول if the error when x ب 10 is 0.4، لما الاكس ب 10 كان الايرور ب 0.4 and the value that satisfying the regression equation 12.6، يعني الواي هات ب 12.6. then one of the values of k equal مين؟ الفاليو بتاع الواي. خد بالك هنا اداني الايرور والواي هات وعايز الواي، اكتب الرول ايرور equal absolute y minus y hat. يجي واحد يقول لك ليه ما تكتبوا y هات مش هتفرق في absolute. الايرور بكام؟ ب 0.4. 0.4 انا كتبت المساله اللي فاتت 0.4 ايكوال ابسوليوت. ادي الابسوليوت. الواي هو مسميها كي، ما هو عندي الاكس ب 10 الواي بكام؟ بكي. قلت له ماشي. ماينس الواي هات هو مديها لي بكام؟ ب 12.6. يبقى الكي بكام؟ قال لي بص، واحده ب 12.6 والفرق ما بينهم 0.4، يعني يا اما اكبر منها ب 0.4 يا اما اقل منها ب 0.4، يعني 12.2 صح و13 صح. خدت بالك؟ فتعالى كده نروح نشوف هنعمل ايه. هنقوم عاملين كده، نقول له 0.4 equal k minus 12.6، ومره 0.4 بس بالنيجاتيف equal k minus 12.6، مره بوزيتيف مره نيجاتيف. فنجيب دي هنا بالنيجاتيف هتيجي بوزيتيف، يبقى 12
يبقى 13، يبقى الكيب 13. او نجيب دي هنا فتيجي بوزيتيف، يبقى عندي 12.6 ماينس 0.4 ايكوال الكي، فتطلع ب 12.2. يبقى انت عندك الانسر يا اما 13 يا اما 12.2. عندي مين منهم يا معلم؟ ال 13 صح. ليه بقى؟ اهو بص بقى الفكره، ده الواي هات، زود عليه الايرور يطلع الواي، او ماينس منه الايرور يطلع الواي. فانا لما ازود على ده الايرور يطلع 13 بس، او ماينس منه الايرور يطلع 12.2 صح برضو، بس مش موجوده في الاختيارات. ماشي. تعالى بعد كده نروح لشكل السكاتر دايجرام. السكاتر دايجرام يا جماعه موضوع سهل وبسيط جدا. النقط اللي مبعثره دي اللي هي متفرطه دي، تمام، بتعبر عن اكس وواي لشويه حاجات في التيبل اللي موجود معانا. قلت له ماشي. فلو هي شكلها عامل كده، فاللاين بتاعها كده انكريز، قلت له اه، يبقى ده دايركت. قلت له ماشي. طب لو هي عامله كده، قال لي يبقى ده انفرس. طب ايه ده؟ ده كيرف. قلت له اه، يعني نون لينير. طب وايه ده؟ مفيش حاجه، دي قعبيره كده، قعبيره. اه، يعني معنى كده ان هنا الار بي زيرو، نو ريليشن، نو كورليشن، نايلستيك. فهو الراجل عايز ايه؟ قال لك ذا سكاتر دايجرام ريبريزنت امبرس. فين الامبرس؟ البي طبعا. خلصت. طب تعالى سؤال تاني. ها، قال لك ايه؟ قال لك which scatter diagram او the scatter diagram. scatter diagram ايه بقى يا مستر؟ اللي representing الدايركت. مستر ما انا لسه قايلها من شويه، دي كده ايه؟ ده كيرف، يبقى نون لينير. طب وده ايه؟ نازل كده، يعني ده ايه؟ يعني ده انفرس. طب وهنا ده طالع كده، يعني ده دايركت، وهو عايز الدايركت يبقى هو ده. طب وده ايه؟ القعبيره كده، يعني الار بي زيرو، يعني نايلستيك. انا بعيد نفس الكلام تاني، بس مره عايز الدايركت مره عايز الانفرس. ماشي يا اكسلنس. طيب سؤال كمان حلو ده بقى. عايز ايه بقى؟ سترونج ودايركت. قلت له ده محدد التايب والديجري، ده التايب وده الديجري. حلو. قلت له بص، هو عايز دايركت، يبقى اي حد نازل كده ده انفرس، فده ريفيوزد، وده انفرس برضو، فده ريفيوزد. حلو. طيب مين سترونج في دول؟ البي طبعا. كل ما النقط تقرب من اللاين، يبقى السترينث بيزيد، القوه بتزيد لحد ما يعملوا لاين واحد يبقوا بيرفكت. كل ما يبعدوا لحد ما يبقوا مكعبرين، تمام، يبقى الار بزيرو. يبقى هنا انت هتختار مين السترونجست دايركت؟ هو البي طبعا. ده دايركت ولكن ده اقوى منه، لان النقط هنا قريبه، هنا في نقط بعيده. يعني بص السكنس ده طبعا اصغر ايه منه. كل ما السكنس بتاع النقط ده يقل، يبقى السترينث بيزيد. القوه مترابطين، يعني الناس دي في عشره ما بينهم. طيب تعالى بعد كده نروح لأسئلة إليساي. تمام؟ جاهز؟ ورقة وقلم وكالكليتر وحل معايا، أبوس إيدك الشمال، يلا. طيب يلا بينا دلوقتي هنبدأ على طول مع الأسئلة بتاعت إليساي. تمام؟ وخلي معاك الكالكليتر وأنا هشرح لك كل الحاجات اللي أنت محتاجها برضو بالكالكليتر. أول سؤال معانا مديلي تيبل، بيقول لي the next table illustrates the age of a person and the number of training hours. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بنعبر عن سن الشخص وعدد الساعات اللي بيتمرن فيها، فعايزين نشوف الريجريشن، الكوريليشن، الايرور. شوف بقى انت عايز ايه يا معلم. حلو. فاول حاجه هنا الراجل راح جاي مديني شويه اكسات، هنكتبهم زي ما احنا متعودين. فيقوم مديني هنا 20 وهنا 25 وهنا 33 وهنا 37 وهنا 50 وهنا 58. حلو كده. وبعد كده نقوم حاطين الواي جنبها 10 وهنا 6 وهنا 3 وهنا 2 وهنا 1.5 وهنا 1. مستر فاكر احنا كنا بنعمل ايه في الاكس سكويرد والاكس واي؟ قلت له اه، الاكس سكويرد ناخد الاكس نعملها باور 2، هنا 25 سكويرد، هنا 33 سكويرد، هنا 37 سكويرد، 50 سكوير، 58 سكوير. طب تيجي للاكس والواي، بص كنا بنعملهم ازاي كده، بكتبهم انا كده 20 باي 10. طب ليه؟ عشان اجيبهم بالكالكليتر. 25 باي 6 وهنا 33 باي 3. ما تحسبش انت حاجه، اكتبهم بس كده. 37 باي 2 هنا 50 باي 1.5 هنا 58
باي 1. حلو. ونقوم يا جماعه مطلعين الكالكليتر بتاعتنا. تمام. خد بالك انا غيرت لك الكالكليتر اهو عشان الكالكليتر بتاعتك سواء بقى اللي احنا استخدمناها في الحصه اللي فاتت نفس الشكل او الشكل ده، الاتنين كويسين وزي الفل. حلو كده يا معلم. يلا بينا. لو الشكل ده بتاع الكالكليتر هو اللي معاك فبرضه احنا شغالين ومعلوماتنا كلها زي الفل. اول حاجه يا جماعه هندوس على مود ونختار كلمه statistics اللي هي نمبر 3، تختار a plus bx اللي هي نمبر 2 عشان تكتب التيبل اللي احنا كاتبينه. هنحط الاكسات 20 وبعد كده تدوس equal، بعد كده 25 وبعد كده تدوس equal 33 وتدوس equal 37 تدوس equal ثم 50 equals و58 اخر حاجه وايكوالز. حتى لما تعدهم هتلاقي الان بتاعتهم ب 6 وزي ما انت شايف كده 58 جنبها نمبر 6 يبقى ده. نطلع كده نجيب اول واحده اللي هي 20 ونحط جنبها الوايات. يلا الواي الاولى ب 10 قلت له ماشي، وبعد كده تدوس ايكوال ينزل اللي بعدها ب 6 بعد كده ب 3 بعد كده ب 2 بعد كده ب 1.5 بعد كده ب 1. تمام كده. خلصت انت كده القصه بتاعتك؟ اقول لك اه. تقوم عامل حضرتك ايه بقى؟ تقوم جاي على تقوم جاي على ايكوال زي الهبل مش هترد عليك، تقوم دايس اي سي كده. كل حاجه طول ما كلمه ستات دي موجوده احنا كل حاجه عندنا متظبطه. هتدوس شيفت 1 وبعد كده تختار كلمه سمشن، وكلمه ريجريشن انا جاي لها دلوقتي بس هات سمشن نمبر 3. حلو. عايز مين؟ سمشن الاكس اللي هو نمبر 2، فتدوس ايكوال 2 وتدوس ايكوال يطلع بكام؟ 223. يبقى نكتب هنا 223. حلو. وده مين يا جماعه؟ ده سمشن الاكس. بعد كده دي 50 ماشي. بعد كده هنجيب له سمشن الواي، فنرجع تاني يا جماعه اي سي شيفت بعد كده 1 بعد كده سمشن، نجيب سمشن الواي اللي هي نمبر 4 وتدوس ايكوال يطلع 23.5. فتيجي هنا تقوم كاتب 23.5 وتقول له ده سمشن الواي. طب عايزين سمشن الاكس سكويرد من غير حسابات ولا اي حاجه، نقول له برده شيفت 1 نختار السمشن اللي هي نمبر 3 نختار له سمشن اكس سكويرد اللي هي نمبر 1 تدوس ايكوال يطلع 9347. ده مين يا جماعه؟ سمشن الاكس سكويرد. طب سمشن الاكس واي نعيد نفس الكلام اهو، شيفت بعد كده 1 بعد كده سمشن اللي هي نمبر 3 بعد كده سمشن الاكس واي اللي هي نمبر 5 وتدوس ايكوال يطلع 600 كام؟ 56. ده كده مين يا جماعه؟ سمشن الاكس واي بس. طيب اقول لك انا بقى على حاجه. طبعا انت هنا عايز اول حاجه عندك فايند ذا ريجريشن لاين، وانت هنا واقف في الكالكوليتر قبل ما نشيل الكالكوليتر تروح تجيب شيفت 1 بس ما تختارش السمشن، تختار الريجريشن اللي هي نمبر 5. وانا عندي الاي والبي وهم دول اللي انا محتاجهم اصلا، فتدوس على 1 وتطلع الاي، تطلع الاي ب 11.54. اكتبها هنا على جنب كده، اكتب كده يا جماعه الاي ايكوال 11.55 بلاش 54 عملنا ابروكسيميشن. وهات لي البي بالمره عشان دي انا محتاجها، وبعد كده هقول لك انت هتعمل ايه. تقوم عامل برضو شيفت 1 تختار كلمه ريجريشن اللي هي نمبر 5 وتختار البي اللي هي نمبر 2 وتقوم دايس ايكوال يطلع الرقم بنيجاتيف 0.21. قلت له ماشي نيجاتيف 0.2 ال5 دي هتدي للزيرو 1 ماشي كده. انت معاك الاي والبي وسمشن وكل حاجه. بعد كده تقوم حضرتك عامل ايه بقى؟ شيل الكالكوليتر خالص يا معلم. قلت له ماشي. يلا هنعمل ايه بقى دلوقتي يا مستر؟ هو الراجل عايز الريجريشن لاين، فانت المفروض تعمل ايه؟ اقول لك تعمل ايه. انت دلوقتي هتكتب الايكويشن بتاعت الريجريشن لاين y equal a plus bx موجوده فين؟ في ورقه المفاهيم او انت عارف. بعد كده تكتب له الرول بتاع البي وتكتب له الرول بتاع مين؟ الاي، وتقوم كاتب كده ادي البي وتقوم معوض بمين؟ اهو ما انت كل حاجه معاك، والان كمان ب 6. قلت له ماشي. يبقى الان ب 6 سمشن الاكس واي يا جماعه ب 656 ماينس سمشن الاكس 223 سمشن الواي ب 23.5 حلو اوفر ان سمشن اكس سكويرد ان ب 6 سمشن اكس سكويرد اللي هو ده 9347 ماينس سمشن الاكس باور 2 يبقى 223 بس اول باور 2. وما تجيبش حاجه وما تحسبش حاجه لان البي معانا بنيجاتيف 0.21 وتقوم كاتب له الايه هنا بعدها على طول
ونعوض. مش انت كاتب الرول؟ اكتب له بقى سمشن الواي. سمشن الواي بكام؟ بتوين 3.5. حلو. ماينس البي اللي احنا جبناها اللي هي نيجاتيف 0.21، واكتب كده زي ما انا كاتب نيجاتيف وبعدها نيجاتيف. بعد كده سمشن الاكس. سمشن الاكس ب 223 اوفر الان بكام يا جماعه؟ ب 6. وتقوم كاتب الايه اللي انت طلعتها في المساله يبقى 11.55. حلو. وتقوم عامل ايه بقى؟ بص كده الحركه اللي جايه دي، دول مش موجودين معانا، امسحهم بقى كده كانك كنت كاتبهم بايه؟ بالقلم الرصاص. خلصت يا معلم؟ اديني الريجريشن لاين. قلت له خلاص. يبقى الريجريشن لاين ايكويجن او الايكويجن اهي هيبقى اسمها واي هات ايكوال الاي اللي هو 11.55 بلس البي اصلا نيجاتيف يعني نيجاتيف 0.21 باي الاكس. بس انا خلصت كل حاجه يا معلم. ايه ده؟ الحق ده لسه طالب مني ريكوايردز تانية. خلاص بس انا كده جبت له الريكوايرد الاول. حلو. تسيب التيبل الايكويشن بتاعتك ده كده وتقوم كاتب له جنبها مين؟ ده الريكوايرد الاول. بعد كده يا جماعه عايزين الريكوايرد التاني. بريدكت توقع استيميت. حلو. the number of training hours when this person is 40 years يعني عند الايدج ب 40. مش الايدج هو الاكس، يبقى هو مديني الاكس وعايز الواي، عايز النمبر اوف تريننج اورز. يبقى مديني الاكس وعايز الواي. بص بقى انا هاجي في الحته الصغيره دي واقوم كاتب كده نمبر 2 when x equal 40. يلا نروح نجيب الواي ونبريدكت بقى اهو. يبقى 11.5 minus 0.21 x اللي هي ب 40. ونحسب الكلام ده بالكالكوليتر. بص انا بكتب في الحته الضيقه بس همسح ده كله دلوقتي. فتقوم كاتب كده يا معلم 11.5 في الكالكوليتر ماينس 0.21 باي 40 اهو، وتقوم دايس ايكوال. يطلع الانسر ب 3.1. 3.1. بس كده انا حليت الاولى وحليت الايه؟ الثانيه. خد بالك من القصه دي. طبعا يا جماعه احنا بنعمل ابروكسيميشن، خد بالك. يعني ممكن دي الواي دي تلاقي حد تاني جايبه 3.1 3.12 3.2 3.3 على حسب الابروكسيميشن. يعني انا دلوقتي لما ابص في كتاب المعاصر هتلاقيه هو دايما بيشتغل على ابروكسيميشن ل 3 ديجيتس. يعني ما بيقولش 0.21 يقولها 0.205 مثلا. حلو. 11.55 ما بيكتبهاش كده، يكتبها 11.54 حاجه. تمام. فبيكتبها 3 ديجيتس عشان لما يجي يعوض يطلع الرقم قريب للي هو عايزه. لكن طبعا انت كاتب بستبس فالرقم فيه نسبه خطا لان احنا بنعمل ابروكسيميشن. حلو كده. الا اذا كانت الارقام صحيحه فساعتها مش هيطلع ايه في ابروكسيميشن. المهم الريكويرد الاخير calculate the error when this person is 33 years old. 33 احسب لي الايرور. بص يا معلم انا همسح دول بس كده بعد اذن حضرتك اهو. عشان ايه؟ ولا اقول لك استنى. انا همسح دي بس اهيت. تمام. وهمسح دول كمان. ماشي. اهوت. تعالى بقى. عايز يحسب هو ايه؟ عايز يحسب هو الايرور. ده احنا في نمبر 3 كده. يبقى احنا خلصنا 1 اهوت و2 اللي احنا حسبناه. عايزين نحسب الايرور. مش انا قلت الواي ماينس الواي هات؟ قال لي الواي يا جماعه اللي بتيجي من التيبل او الجيفن. قال لي ماشي. هو عايز يحسب الايرور ده عند مين؟ عند ال 33. عند ال 33 الواي بكام؟ ب 3. حلو. ماينس الواي هات بقى. نجيب بقى الواي هات منين؟ من هنا برضو. ايه ده؟ بس هنعوض بكام بقى يا مستر؟ قال لي هنعوض ب 33. يبقى 11.55 او زي ما هو كان كاتبها مثلا او يعني وات ايفر ماينس 0.21 والاكس بكام؟ ب 33 اهو. احسب لي دول يا معلم. امسح دي كمان عشان مضايقاني. حلو كده. تحسب دولت يطلع عندك الانسر. نحسبها يا جماعه 11.55 ماينس 0.21 وهنا 33 دوس ايكوال. يطلع الرقم 4.62. 4.62. نحط هنا 4.62 ونحسب الكلام ده يبقى ماينس 3. يطلع الانسر ب 1.62. 1.62. طبعا هناخد الرقم الايه؟ البوزيتيف. فخد بالك من القصه. تمام. لو انت لقيت فيه اختلاف في الارقام فده عشان الابروكسيميشن مش اكتر ولا اقل. تمام. اتمنى تكون فهمت القصه دي وفهمت موضوع الكالكوليتر. احنا طلعنا سميشن الاكس وسميشن الواي، سميشن اكس سكوير، سميشن اكس واي، الاي، البي،
كل حاجه من الكالكوليتر. انت عارف لو في المساله دي وطالب بيرسون كوريشن كوفيشنت كمان، الار هجيبها منين؟ من الكالكوليتر. نيجي دلوقتي ل question number 3. بيقول لي the next table illustrates the relation between two variables x و y. أول حاجة graph the scatter diagram. جماعة هل ممكن في الامتحان يجي يقول لي ارسم scatter diagram؟ أنا عن نفسي لا أعتقد ذلك، تمام؟ ولكن يجي زي الأسئلة بتاعت اللي تشوز يقول لك أدي الجرافات واحسب لي منها أي حاجة وهات لي مش عارف إيه الكلام ده كله. لكن إن هو يجي يقول لي ارسم لي سكاتر دايجرام أنا شايفها بعيدة شوية، ولكن خلينا نرسم مع بعض يمكن يحصل حاجة. أهو يبقى إحنا رسمناه. طب بنرسم إزاي بقى يا مستر؟ أول حاجة عندك إكس أكسس وعندك واي أكسس. أدي الإكس أكسس وأدي الواي أكسس. رسمة طبعا هتبقى رسمة جراف عشان ما تتخضش يعني، فيبقى فيها المربعات دي. حلو. فادي الاكس وادي الواي. نحط السكيل اللي يتناسب مع المساله. يعني بص على الاكس مثلا 5 8 10 14 16 20، فاقصى حاجه 20، فممكن نمشيها 2 4 2 و4 و6 و8 و10 وهنا 12 وهنا 14 وهنا 16 18 وهنا 20. حلو. الوايت ممكن نمشيها 2 برضو. حلو. اهي تبقى 2 وهنا 4 وهنا 6 وهنا 8 وهنا 10 12 14 16 18. حلو. هو اقصى حاجه عنده 15. يلا معلم ونحط البوينتس. اول نقطه 5 و4. 5 في الاكس 4 في الواي. 5 في الاكس 4 في الواي، يعني هنا كده بتوين ال4 والايه وال6 يعني 5، وهنا عند ال4. ادي كده اول نقطه. النقطه اللي بعد كده 8 و6. 8 و6 فادي ال8 وادي ال6. ادي النقطه الثانيه. بعد كده 10 و9. 10 و9. ال9 دي بتوين ال8 وال10 هنا كده. قلت له ماشي. بعد كده 12 لا 14 و11. 14 وعند ال11. ال11 بتوين ال12 وال10. حلو. طيب بعد كده 16 و12. 16 و12 اهي 16 و12. بعد كده 20 و15. 20 ونطلع عند ال15 اللي هي بتوين ال14 وال16. ادي النقط. اوصلهم ما تعرفش توصلهم. ليه يا مستر؟ عشان هنا في سكاتر دايجرام، فالنقط دي بعيدة عن اللاين، بس انا ممكن اتخيل شكل اللاين ان هو دايركت اسلوبه قريب يعني كده، لكن ما تقدرش تعمل الكلام ده. طب لو احنا عايزين بقى نجيب الايكويشن اوف ريجريشن لاين، نعيد نفس المساله اللي فاتت. يبقى اول واحده احنا رسمنا الجراف. الحاجه الثانيه هتجيب الايكويشن اوف ايه ريجريشن لاين، فهنعيد نفس الكلام بتاع المساله اللي فاتت. فهجيب لك الكالكوليتر برضو، بس نغير الكالكوليتر بقى المره دي. اجيب لك كالكوليتر ونجيب سميشن اكس سميشن واي كل الحاجات دي، ونجيب الاي والبي والسي ونكتب له الايكويشن. بعد كده يقول لك بريدكت الفاليو بتاعه الواي لما الاكس ب 12. توقع عوض، يعني عوض من الاخر بكام؟ ب 12. ونروح نشوف القصه دي هتمشي ازاي. حلو كده يا عم الحاج؟ قال لي حلو زي الفل وفله الفله. طب يلا معلم، هنجيب الكالكوليتر زي ما انت شايف دلوقتي، تمام؟ وهنكتب عندها التيبل. وخد بالك عشان انا ما كتبتش حاجه في التيبل، هكتب على الكالكوليتر الاول. هندوس مود وبعد كده نختار كلمه statistics نمبر 3. نختار 2 اللي فيها a plus bx. لو انت واخد بالك قوي هي الريجريشن لاين، والله العظيم يا كابتن هي نمبر 2. بعد كده نديله الاكسات اللي موجوده عندنا اللي هي 5 وتدوس ايكوال 8 وبعد كده 10 وبعد كده 14 ثم بعد ال 14 16 وبعد ال 16 20. مش لازم يبقى كاتبهم بالترتيب يا جماعه، خد بالك ممكن يبقى منعكش كده المساله. طبعا ال n هنا بكام؟ ب 6، فنخليها دي على جنب كده. نكتب له هنا ان ال n ايكوال 6 يا جماعه. بعد كده تكتب الواي. هات لي الواي. اول واحده في الاكس ب 5. قلت له ماشي. 5 ومعاه كام؟ 4، فيبقى 4. بعد كده نكتب الواي كلها. بعد كده 6. بعد كده 9. بعد كده 11. بعد كده 12 ثم بعد كده 15 اخر واحده. حلو. تقعد تدوس ايكوال زي اللهبل مش هيرد عليك. هتروح تدوس اي سي. بعد كده تدوس شيفت 1 تختار سميشن عشان انا عايز الحاجات اللي فيها سميشن اكس وهكذا. فتدوس 3 تختار سميشن الاكس نمبر 2 اول واحده وتدوس ايكوال يطلع 73. فتيجي هنا في الحته الفاضيه دي وتقوم كاتب له كام؟ 73. ده مين؟ ده سميشن الاكس. حلو. بعد كده نكتب تاني اهو اي سي بعد كده شيفت وبعد كده 1 ونختار سميشن نمبر 3 ونقول له سميشن الواي نمبر 4 وتدوس ايكوال يطلع 57.
يبقى سميشن الواي ب 57. بعد كده اكس سكوير سميشن اكس سكوير، فندوس شيفت 1 3 برضو نفس القصه، سميشن اكس سكويرد 1 دوس ايكوال يطلع 1041 1041 وده يا جماعه سميشن الاكس سكويرد. بعد كده سميشن الاكس واي هندوس اي سي شيفت 1 3 سميشن الاكس واي 5 وتدوس ايكوال يطلع 804 يبقى سميشن الاكس واي ب 804. كل حاجه مكتوبه عندك. تعالى بالمره نجيب الاي والايه والبي اهوت. ندوس شيفت بقى 1، ركز في اللي جايه دي بقى. هنختار ايه؟ مش سميشن، هنختار ريجريشن اللي هي نمبر 5 وتختار لي الاي اللي هي نمبر 1 وتدوس ايكوال يطلع الرقم 0.7033. المهم هنختاره دلوقتي، احنا هنكتبه اهوت على جنب كده عشان هنمسحها بعد شويه. يبقى الاي ايكوال 0.7033. هكتبها انا كده، اعمل ابروكسيميشن ل 4 ديسيمال عشان ما يبقاش عندنا ايرور. قلت له ماشي. بعد كده هندوس شيفت 1 ونختار برضو كلمه ريجريشن 5 ونختار المره دي البي بقى. انا عايز البي اللي هو الريجريشن كافيشنت. هيطلع البي هنا يا جماعه بكام؟ سوري، هيطلع البي هنا يا جماعه بكام؟ ب 0.723. حلو كده؟ قال لي زي الفل. يبقى انا كده معايا الاي والبي بس خلاص. شيل لي بقى الكالكوليتر وبعد كده تعالى نروح نكتب الكلام اللي هو الراجل محتاجه مننا فين؟ في المسائل دي. ايه بقى هو محتاج منك ايه؟ محتاج تنقل التيبل يا معلم. بص بقى كل الكلام اللي جاي ده بقى كلام كده ايه عشان الستبس والدرجات والحاجات دي. 8 5 10 ادي 14 ادي 16 ادي 20 والواي يا جماعه ادي 4 وادي 6 وادي 9 وادي 11 وادي 12 وادي 15. اكس سكويرد يبقى 5 سكويرد 8 سكويرد 10 سكويرد 14 سكويرد 16 سكويرد 20 سكويرد. اكس واي يعني 5 باي 4 8 باي 6 10 باي 9 14 باي 11 وهنا 16 باي 12 وهنا 20 باي 15. كل ده معلم فلة الفل. خلصت اكتب له الايكويشن. يبقى هنا تاني حاجة احنا دلوقتي في الايكويشن اهي y ايكوال a بلس بي اكس. مستر a بلس بي اكس اهو، ودي بتبقى معايا موجودة في ورقة المفاهيم. يبقى دي الواي. الاي بكام يا معلم حموكش؟ اهي ب 0.7033 بلس البي بكام يا معلم؟ ب 0.723. ماشي 23 ماشي. معلش هو انا بس ايه ممكن امسح دي تاني كده عشان حاسس ان احنا خطنا كبر مرة واحدة. يبقى الواي هات ايكوال الاي 0.703 او 33 بلس البي اكس اللي هي 0.723 اكس. كده معلم انت رسمت الجراف وجبت الايكويشن وكل حاجة والتيبل والخطوات والدنيا تمام، بس انت ما عملتش حاجة برضو. الكالكوليتر هي اللي عملت كل حاجة. بريدكت ماشي. الواي لما الاكس ب 12 اقول له كده ات الاكس ايكوال 12. هنعمل ايه يا معلم؟ هنعوض. يبقى دي الواي ايكوال 0.7033 بلس 0.723 باي مكان الاكس حط 12 بس واكتبها زي ما هي على الكالكليتر يا معلم حموكشه. هيطلع معاك الانسر بكام يا مستر؟ هيطلع ب 9.38. ممكن يطلب بقى الايرور، يطلب اي حاجه تانية. باشا انا معاك ده هنا المساله دي يعني كلكعت الكلاكيع تمام. بس والله العظيم انا ماشي معاك دي لوحدها، الجراف لوحده. يجي يسال الجراف لوحده يقول لك هات لي السمشنز والتيبل والكالكوليتر هي اللي بتحسبه وانت هتملاها. بعد كده هات الايه؟ هات البي من الكالكوليتر، مالكش انت دعوه بحاجه، ما تحسبش حاجه. والرول اهو قدامك. طب ما انا معايا سمشن اكس وسمشن واي، اكتب له الرول بس. طب عايز تعوض عوضنا وجبنا الايه وجبنا مين؟ البي. وهقوم ماسح دي كده عشان ما اعرفش انا جبتها منين. وخلصت انا كده الايه؟ السؤال بتاعنا وشكرا. نروح لسؤال تاني. ايوه بقى اسئله بقى بسيطه ما فيهاش وش ولا كالكوليتر. هنا مديني سميشن اكس سميشن واي سميشن اكس واي، مديني كل حاجه. فايند ذا ايكويشن اوف ريجريشن لاين واي اون اكس واستيميت الفاليو بتاع الواي لما الاكس ب 9. يا جماعه كل اللي احنا هنعمله هنجيب البي والرول معانا فهنعوض في الرول اهو. ادي الرول بتاع البي ان بكام؟ ب 7. سميشن الاكس واي ب 192 ماينس سميشن الاكس 14 سميشن الواي ب 9 اوفر الان 7 سميشن الاكس سكويرد 252 اهي. بعد كده ماينس سميشن الاكس اول باور 2 يعني 14 سكويرد. واقوم حاسب بالكالكوليتر يطلع عندك مين؟ البي. تيجي الناحيه الثانيه تقوم جايب الاي اهي سميشن الواي. فين سميشن الواي؟ ب 9 ماينس البي اللي انت جبتها في سميشن الاكس اللي هي 14 اوفر الان اللي هي ب 7 واحسب البي.
كده بقى معايا الاي والبي، هروح اجيب له الايكويشن في ثانيه. طب يلا يا جماعه هنحسب معلش البي. حلو، هنحسب 7 ملتبلاي 192 مش عارف ايه، يطلع عندك يا معلم البي ب 0.777. ماشي. طب والايه لما نحسبها ونعوض هنا ب 0.777 دي اهي، يطلع عندك دي بكام؟ بنيجاتيف 0.27. طب ما كده مستر يبقى الواي هات ايكوال الايه، اكتبها نيجاتيف 0.27 بلس البي 0.7 كتير كده اهو، وبعد كده الاكس. حلو. فهو بيقول لك بقى بريدكت، اقول له ات الاكس ايكوال 9 او استيميت، يبقى دي الواي ايكوال نيجاتيف 0.27 بلس 0.777 والاكس بكام؟ ب 9. تدوس ايكوال يا معلم، بعد ده كله يطلع تقريبا النمبر بكام؟ ب 6 بوينت كام؟ 6.72. بس خلاص، سؤال لطيف. بص الاسئله اللي ما فيهاش تيبل ولا كالكليتر في الشياكه منه. هنيجي للسؤال نمبر 5، برضو من الاسئله برضو اللطيفه، ما فيش ولا تيبل برضو ولا سبمشن ولا الكلام من ده، هنعوض. الراجل بيقول لك to study the relation between the income y and the consumption x in 100 pound monthly in a city. يعني الريليشن بين الدخل والمصاريف بالمئات الجنيهات. ماشي. فبيقول لك a 40 family، خد بالك من القصه دي لان هنا هو مديني الان بس في وسط الكلام 40 family. sample has been taken to give the following result. معايا summation x summation y summation x y summation x squared و summation y squared كمان، مع ان انا مش عايزها بس هو مديها لي، يعني كتر الف 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 2000 خيره. find the regression line equation. عايز الريجريشن لاين، يبقى لازم نجيب البي ومين والايه. معاك الرول؟ معايا الرول اهو يا مستر. يلا تيجي تقوم كاتب الرول بقى انت في ورقه الاجابه بتاعتك وتقوم معوض. يلا ان ب 40 سميشن الاكس واي اللي هي 516 ماينس سميشن الاكس ب 100 سميشن الواي ب 120 اوفر ان 40 سميشن الاكس سكوارد 410 ماينس سميشن الاكس ب 100 بس باور 2. نقوم يا جماعه حاسبين الحسبه دي بالكالكليتر، يطلع عندك كام بقى؟ 4516 تنكر بينكر بينك، يطلع 1.35. حلو. فهنا نقول يا جماعه ان الرقم بوزيتيف، يعني السلوب بوزيتيف، فلو سأل عن الكورليشن حتى نقول له ان هي دايركت، لكن بكام الار ما اعرفش. عشان تجيب الار بقى تستخدم الرول بتاع بيرسون. طيب الاي نكتب الرول سميشن الواي، معانا سميشن الواي يا جماعه قال لي بكام؟ ب 120 ماينس البي اللي هي بكام؟ ب 1.35 باي سميشن الاكس اللي هي ب 100 اوفر الان اللي هي ب 40. قلت له حلو. يلا يا معلم تقوم داخل كاس كالكليتر 120 ماينس الكلام ده 1.35، احطه في براكت كده. حلو. يطلع نيجاتيف 0.375. كده معانا مين ومين؟ الاي والبي. طب ما تكتب الايكويشن. عناية يا باشا الايكويشن اهي، واي هات ايكوال الاي بنيجاتيف 0.375 بلس البي 1.35 اكس. كده ده اول سؤال هو عايزه. السؤال التاني قال لك predict the family income when the monthly consumption ب 700. خد بالك ان الكونسامبشن هو الاكس وانا عايز الواي، اقول له ماشي ات الاكس ايكوال 700 يا جماعه، تعال نجيب الواي هات. يبقى نيجاتيف 0.375 بلس 1.35 ملتبلاي 700. احسب الحسبة دي كلها يا معلم، هيطلع الواي عندك تقريبا 907.5 الاي جنيه يعني. ماشي. طيب ليفر ايجيبسيا، تمام. الناس بتوع الفرنش ليفر ايجيبسيا، تمام، اللي هو الجنيه المصري يعني. المهم ما علينا من حصة الفرنساوي دي، نقوم داخلين على اللي بعدها. question number 6. اسمع دي بقى. هنا الراجل هيبدأ يلعب معايا لعبة ان هو يدمج الدرس الاول والتاني. هو الصراحة بيديني تيبل ويطلب بقى اللي هو عايزه، الكلام اللي انا كنت بقوله لك في الكالكوليتر من شوية. هو هيديك التيبل وعيش يا معلم. The next table illustrates the relation between the two variables age and the number of traffic tickets he got in a year. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك عمر السائق ده اكس، وعدد التيكتس اللي هو بيقطعها في المرور اللي هي الكارتة واي. حلو.
فالراجل هنا بيقول لك لو انت عنده الراجل ده 45 years يبقى 4 28. المهم الراجل ده عمل القصه دي كلها ومديني التيبل اللي انت هتحطه على الكالكوليتور. بس الاول نشوف الريكويرد الاولاني. الريكويرد الاولاني بيقول لي find مين بقى؟ the rank correlation coefficient. الرانك يعني سبيرمن. حلو. فالرول بتاع سبيرمن موجود عند حضرتك وانا كتبته لك قدامك اهو. اسمه ايه بقى؟ r equal 1 minus 6 summation d squared n squared minus 1. حلو كده. فلازم نعمل رانكينج عشان نروح نشتغل رانك الاكس ورانك الواي. فنمسك اول حاجه الاكسات. اصغر رقم موجود عند حضرتك هو 24، هنديله رانك 1. بعد ال 24 في رقم اسمه 28 نديله رانك 2. بعد كده 32 نديله رانك 3، 38 رانك 4. بعد كده 45 رانك 5. بعد كده 52 رانك 6. وبعد كده 56 رانك 7. وال 63 اعلى حاجه رانك 8. يبقى هم 8. قلت له حلو. تعالى نعمل رانكينج للواي. اصغر رقم هو ال1. قلت له ماشي. بعد كده ال2. ماشي. خد بالك ان ال2 اتكررت مرتين فنديها رانكين 2 3. بعد كده اللي بعد كده ال3 نديها رانك 4. بعد كده ال4 نديها رانك 5. بعد كده ال5 نديها رانك 6. طب وال7 نديها 7 ونديها 8. قالوا كده. بص بقى يا معلم. ال5 مش متكرره وال3 مش متكرره وال4 مش متكرره. امال مين اللي متكرر؟ ال2 وال7. فنجيب رانك ال2 زي ما علمتك السيشن اللي فاتت. نعمل سم الرانكس اللي هم 2 و 3 على عددهم. 2 بلس 3 اوفر 2 تطلع 2.5. يبقى دي 2.5 ودي كمان هتبقى كام؟ 2.5. حلو اهو. يبقى هنا دول الاثنين دول الرانكس الجديده بتاعت التو. بعد كده نروح نجيب رانك ال7. رانك ال7 يا جماعه نجيب رانكاتها 7 و8. اعمل لهم بلس ديفايد 2 يبقى 7 بلس 8 اوفر 2 يطلع ب 7.5. يبقى دي هتبقى 7.5 يا جماعه اهي 7.5. والتانية دي برضو هتبقى بكام؟ ب 7.5 يا جماعه اهو 7.5. يلا نعمل رانكينج بقى نحطهم في التيبل. رانكات الاكس 5 2 6 1 7 3 8 4. وخد بالك الراجل ده مفيش تكرار فعشان كده كانت سالكه الاكسات. تعالى الرانك الواي. يلا رانك الواي. ها الواي 5 7.5 2.5 7.5 تاني 2.5 تاني 6 و1 و4. يلا معلم نجيب الدي. هنا 0. هنا 7.5 minus 2 او 2 او 2 minus 7.5. الكلام ده انا قلته لك. الكبير ماينس الصغير رايح دماغك. 5.5 2.5 و6 هيطلع عندي 3.5. 7.5 6.5 2.5 تشيل 2 يبقى 4.5. 6 minus 3 ب 3. 8 minus 1 7. 4 minus 4 0. سكويرنج يبقى 0 سكويرد. 5.5 سكويرد 3.5 سكويرد 6.5 سكويرد 4.5 سكويرد 3 سكويرد 7 سكويرد 0 سكويرد. يلا نجمع عشان نجيب سميشن الدي سكويرد. هي دي بقى القصه. حلو. فنمسك الكالكوليتور يا معلم ونقوم مجمعين لك كل الايه الرانكس اللي موجوده دي. حلو. هيطلع ب 163. حلو كده. 163. ايوه مظبوط 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 مظبوط. ماشي 163 بس يا معلم. يبقى الار ايكوال 1 ماينس اهو 6 سميشن الدي سكويرد اللي هو 163. الان ب 8 لان انت لما تعدي دول عدهم كده ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 8. وهنا 8 سكويرد ماينس 1 وتقوم حاسب الحسبه دي كلها يا معلم. يطلع الار عند حضرتك ان شاء الله بنيجاتيف 0.94. نيجاتيف 0.9405. حلو كده اهو. ده مين؟ ده الرانك كورليشن كوفيشنت او سبيرمان رانك كورليشن كوفيشنت. هو عايز يكتبها كده عايز يكتبها كده براحته يا باشا. قلت له ماشي. تعال نخش على الريكويرد التاني اللي في نفس السؤال. يعني نفس السؤال بس كأنه بيبدأ مسألة تانية. قال لك find the regression line equation x و y estimate ال y if x equal 40 calculate الايرور لو في الواي لو الاكس عند 38.
قلت له طب بالراحه كده احنا نجيب الاي والبي والسي ازاي؟ قال لي نطلع الكالكوليتر. هنطلع الكالكوليتر وندوس مود 1 مود 3 اللي هي statistics. بعد كده نختار التيبل اللي هي نمبر 2. بعد كده نكتب له بقى الارقام، هم كتير شويه معلش يتعب معانا. 45 بعد كده 28 بعد كده 52 بعد كده 24 ثم 56 ثم 32 قلت له عظيم، و 63 ثم 63 يا جماعه ثم 38. حلو، تبص تلاقيهم ب 8. تقوم طالع كده فوق عند ال1 تمام اهوت، جنب ال 45 تكتب له الارقام بتاعت التيكتس اللي هي 4. بعد كده هنا 7 اوكي ثم 2 اوكي ثم 7 تاني ماشي ثم 2 تاني اوكي برضو ثم 5 تاني ماشي 1 واخر حاجه كام 3. تتاكد ان هي مع ال 38 ايوه، وانت كده تمام. تدوس ايكوال زي اللهبل محدش يرد عليك، تدوس اي سي ثم كل حاجه متسجله. عايز مين؟ عايز الاي والبي على طول، ما تتعبش قلبي معاك. قلت له خلاص يبقى مود ونختار كام شيفت ونختار 1 ونروح نختار ريجريشن اللي هي نمبر 5. عايز الاي ب 1 تدوس 1 يدي لك الاي على طول 10.381. قلت له ماشي، يبقى الاي يا جماعه ب 10.381. طيب والبي نعمل نفس الكلام، شيفت 1 ونختار ريجريشن نمبر 5 ندوس على البي اللي هي 2 ندوس ايكوال يطلع نيجاتيف 0.539 اهو نيجاتيف 0.1539 اللي هنا. حلو كده يا معلم؟ قال لي حلو قوي. طب يا جماعه امال فين التيبل؟ ما انا مش هعيدها كل شويه، ما انا لسه حللها يا كابتن من شويه، انا بجيب لك الخلاصه. عايز ترجع ارجع وهات التيبل من المساله اللي فاتت، او انت اعمل بوز وروح يا معلم هات سميشن اكس سميشن واي سميشن اكس واي بالكالكليتر ورتبهم في التيبل وطلع في الاخر الاي والبي. المهم طلعت المساله بتاعتي واي ايكوال نحط الاي 10.381 ماينس بلس البي اللي هي نيجاتيف 0.1539 اكس. ادي كده الايكويشن، يبقى ده نمبر 2 خلصنا. نمبر 3 بيقول لي استيميت الواي هات لما الاكس ب 40. اقول له كده عندي الاكس ب 40 نروح نعوض، فيطلع عندي الواي هات ايكوال 10.381 ماينس 0.1539 وتقوم حاطط الاكس اللي هي بكام؟ ب 40. تمام كده يا معلم؟ قال لي تمام وزي الفل. حلو، فيبقى في الحاله دي نقوم جايبين الواي بالكالكوليتر عادي. تطلع بكام الواي اللي بالكالكوليتر عادي؟ تطلع ب 4.22. 4.22. طب حلو كده؟ حلو، تعال نروح لاخر حاجه كالكوليتر الايرور. يبقى نيجي لنمبر 4 عايزين الايرور. عند الاكس بكام؟ ب 38، فنقول له الايرور ايكوال الواي ماينس الواي هات. الواي دي بتيجي من التيبل، فنروح عند ال 38 اهي ال 38، فالواي بتاعتها بكام؟ ب 3. نحط 3 ماينس الواي هات. طب نجيب الواي هات ازاي يا مستر؟ قال لي اهو الواي هات هنقوم كاتبين 10.381 زي ما عملت في اللي فوق ماينس 0.1539 بس بدل ال 40 هنحط ال 38 وندوس ايكوال. هيطلع عندك الواي هات 4.529. 4.529. حلو، نقوم حاطين هنا 4.529 يطلع الايرور يا معلم ب 1.529. خلصت. حلو، طب مستر ما عملتش ليه التيبل؟ مش هوجع قلبي تاني، انت خلاص عرفت وانا حليتها لك بالكالكليتر. انجز وقتك تمام وخلص الموضوع كله. انت معاك كالكليتر او هات انت التيبل واشتغل. طب لو هو جاب لي سؤال يسأل لا مش هيجيب كل ده اكيد، مش هيجيب رانك ريليشن كوفيشنت ويقول ريجريشن لاين واستيميت وايرور اكيد لا يعني. فلو هو جاب ريجريشن لاين بس هتعمل التيبل وتجيب سميشن الاكس بالكالكليتر زي ما انا لسه معلمك تمام، ولكن احنا بنحل السؤال. نمبر 7 برضو سؤال ما يجيش في امتحان. ليه يا معلم؟ لانه هو الراجل هنا طلب حاجتين، طلب اللينير كوريليشن كوفيشنت والريجريشن لاين ايكويشن. يعني عايز حاجتين، واحده في ليسن 1 واحده في ليسن 2. ينفع بس لو جابهم الاثنين هو حط الدرسين الاثنين في سؤال واحد. طب هيعمل ايه في بقيه الاسئله مثلا يعني؟ المهم معانا الاكس بار، وانا علمتك ان الاكس بار هي سميشن الاكس على الان السم على النمبر، فيبقى معنى كده ان سميشن الاكس ان في الاكس بار. صح.
فلو انت عايز سمشن الاكس في المساله، واكيد هو مديني الاكس بار يبقى مخبي عليا سمشن الاكس، نجيب الان ب 10 في الاكس بار ب 8 يطلع الانسر ب 80. حلو. ونروح نجيب الواي بار، هتلاقيه سمشن الواي اوفر الان، فهو طبعا مديني الواي بار يبقى سمشن الواي الان في الواي بار، فيبقى سمشن الواي ايكوال الان ب 10 الواي بار ب 10 يطلع ب 100. خلاص كده يا معلم، انا معايا سمشن الواي ومعايا سمشن الاكس. عايز اللينير كورليشن كوفيشنت، وادي الرول بتاعها تجيبه بتاع بيرسون، وتقوم واخد المساله وكاتبها على الكالكوليتر. الان ب 10 سمشن الاكس واي هو مديهولي ب 870، سمشن الاكس ماينس سمشن الاكس اللي احنا جبناه ب 80، سمشن الواي اللي احنا جبناه ب 100 اوفر 2 روتس. الروت الاولاني 10 سمشن الاكس سكويرد مديها لي 665 ماينس سمشن الاكس اللي احنا جبناها 100 80 باور 2 80 انا اسف 80 باور 2، قلت له ماشي 80 وهنا باور 2 وهنا روت. حلو. وبعد كده ان ب 10 سمشن الواي سكويرد 1400. حلو. ماينس السمشن الواي سكويرد يعني سمشن الواي اول باور 2 اهو. حلو كده يا معلم، وتقوم دايس ايكوال وتروح تحسب القصه دي بالكالكليتر. طيب احنا كنا الحصه اللي فاتت كنت بقول لك اعمل اللي فوق، او في الاكسرسايز اللي فات كنت بقول لك اعمل الجزء اللي فوق لوحده تمام والجزء اللي تحت لوحده. قلت له ماشي يلا يا معلم، الجزء اللي فوق لوحده تقوم حاسبها بالكالكليتر. نطلع كده اهو يا مستر 10 باي 870 برقم ماينس 80 باي 100 اهي، يطلع اللي فوق ب 700 اوفر روت. نحسب دي برضو 10 باي 665 ماينس 80 سكويرد 250 وهنا روت تاني نحسب دي برضو 10 ملتبلاي 1400 ماشي ماينس 100 سكويرد يطلع الانسر 4000. فنحسب دي كلها على بعضها يبقى فوق 700 وتحت كام؟ روت 250 باي روت ال 400 ولا 4000 يطلع الانسر ب 7 اوفر 10 يعني 0.7 تمام 0.7 صح. يبقى هنا 0.7. طبعا هنا ده سترونج ودايركت والكورليشن بتاعتك كل حاجه معاك. حلو كده يا معلم؟ قال لي حلو. تعالى نروح للريكويرد التاني. الريكويرد التاني عايز ايه؟ عايز الريجريشن لاين ايكويشن. قلت له بص احنا جبنا سمشن الاكس هناك مش هعيد بقى تاني ب 80 وسمشن الواي طلع ب 10 100. حلو كده؟ يلا شوف انت عايز الريجريشن. قال لي نجيب البي الاول. قلت له يلا نعوض. فين الرول بتاع البي؟ اهو الان مديها لي بكام؟ ب 10 سمشن الاكس واي ب 870 ماينس سمشن الاكس سمشن الواي يعني 100 باي 80 اوفر ان ب 10 سمشن الاكس سكويرد اللي هي 665 ماينس سمشن الاكس سكويرد اللي هو 80 سكويرد، واقوم حاسب البي كلها على بعضها. هتطلع البي بكام يا مستر؟ ب 2.8. حلو. نروح جايبين الاي سمشن الواي ب 100 ماينس البي اللي هي 2.8 اللي احنا جبناها من شويه باي سمشن الاكس اللي هي 80 اوفر الان اللي هي 10 ونقوم حاسبين الاي. هتطلع الاي بنيجاتيف 12.4 نيجاتيف 12.4 بس يا مستر. يبقى الواي هات يا جماعه اهو ايكوال اي اللي هي نيجاتيف 12.4 بلس البي اللي هي 2.8 اكس. خلصت ماشي. يبقى هو هنا برضو ربطهم الاتنين ايه ببعض. انت معاك كل حاجه تعوض في الرول والرول بيبقى موجود في ورقه المفاهيم. السؤال اللي بعده اللي هو نمبر 8 بيتكلم عن الايكونومي تمام وطالب برضو حاجات كتير قوي تمام. يعني طالب بيرسون وريجريشن وفاليو وايرور، طالب كل حاجه فين في المساله. قلت له ماشي يلا يا معلم احنا هنعمل ايه؟ هنجيب له سمشن الاكس سمشن الواي كل حاجه. قال لي طب ما تيجي اقول لك على حاجه. طبعا انت فهمت الحدوته. قلت له فهمت الحدوته. فممكن نشتغل دي كلها من اولها لاخرها بالكالكليتر ونتعلم مع بعض ازاي نشتغل الكلام ده كله من اول المساله لاخرها. اطلع الار والاي والبي والريجريشن واعوض واخلي الكالكليتر كمان تحسب لي عند الاكس ب 40 الفاليو بكام، عند الاكس ب 30 الفاليو بكام، وهكذا. طب يلا بينا.
طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنكتب كل حاجه بالكالكوليتر. السؤال دلوقتي عايز بيرسون كورليشن كوفيشنت. طب حلو، هنكتب التيبل بتاع الاكس والواي، هندوس مود، نختار statistics 3، نختار التيبل اللي هو a بلس بي اكس اللي هو نمبر 2 يعني. تمام، بعد كده نكتب الداتا، هي الداتا طويله شويه بس انت يعني شد معانا. 38 27 ثم 39 ثم بعد كده 40 ثم 56. اتمنى تكون بتشتغل معايا بالكالكوليتر، اتمنى والله العظيم هتبقى برنس وهتسرع ايدك ومش هتبقى خايف ان تغلط في الكالكوليتر، لان اول مرتين ثلاثه كده ممكن تغلط. المهم وصلت لحد ال 44 وانا برغي معاك اللي هي نمبر 8. رحت جاي راجع تاني عند ال1 اهوت. يلا هنحط النمبرز برضو 19 وبعد كده ايكوال 25 وبعد كده 20 بعد كده 28 بعد كده 31. تمام، وبعد كده ال 38 تاني. ماشي، بعد كده 27 و 22 27 واخر حاجه كام 22. تدوس ايكوال كده هتلاقي 44 جنبها 22. اه، يبقى انا كده تمام. تدوس ايكوال كده مفيش حاجه هترد عليك. بعد كده نعمل شيفت 1. انت عايز اول حاجه بيرسون كورليشن كوفيشنت. حلو يا جماعه، انا ممكن اجيب سمشن الاكس واشتغل مساله عاديه جدا من الليسن اللي فات، واجيب التيبل واحط فيه الاكسات واجيب سمشن اكس سمشن واي وكل الحاجات دي واكتب له الرول واعوض واجيب له الار في الاخر من الكالكليتر. فانا هعمل كده على طول، هختار له نمبر 5 واقول له الار بكام ب 3 وادوس ايكوال يطلع الرقم 0.768. بص على طول، شفت الاكشن اللي حصل دلوقتي ده اهو 0.768. مستر طب انا لو كتبت كده في سؤال السي تاخد زيرو زي السلام عليكم. تمام، امال اعمل ايه؟ لازم تعمل التيبل وتجيب سمشن الاكس سمشن الواي وتكتبهم وتعوض في الرول وتكتب له دي في الاخر، بس دي انا عارف جايبها منين من الكالكوليتر. حلو. طيب تعال نخش على اللي بعدها. عايز الريجريشن لاين، يعني عايز الاي والبي. ما هو انت لما تجيب الاي وتجيب البي تعوض بيهم. قال لي اقسم بالله والكالكوليتر بتاعتي زي ما هي. هتقوم عامل ايه حضرتك يا معلم؟ اهو شيفت 1 برضه وتختار ريجريشن نمبر 5 وتختار الايه نمبر 1 وتدوس ايكوال يطلع الايه عندنا يا جماعه. الايه بكام؟ ب 8.42. طب والبي؟ يلا نعمل نفس الكلام اهو شيفت 1 تختار ريجريشن نمبر 5 وتختار البي اللي هي نمبر 2 وتدوس ايكوال يقوم مديني حاجه اسمها 0.4038. 38 احنا نخليها 4. مش كده يا معلم؟ اهو كده دي الارقام الاي ومين والبي. خلاص انا كده بقى معايا كل حاجه. استنى بقى، احنا لما يجي يطلب مننا الايكويشن هنكتبها اهي. نقول له يبقى الواي هات ايكوال الاي اللي هي 8.42 بلس 0.404 اكس. حلو، ونمسح له دي كمان عشان الراجل ايه ما يزعلش مننا. طبعا الكلام ده برضو بعد ما عملت التيبل وطلعت سميشن اكس وكتبت الرول بتاع الاي والرول بتاع البي زي ما علمتك من شويه. طيب مستر عايزين بقى الكالكوليتر هي اللي تحسب لنا الواي لما الاكس بكذا او لما الاكس بكذا تحسب لنا الواي بكذا. قلت له طب تعالى معلم، الراجل بيقول estimate the value of the expenditure if the income is 5000 LE. تمام كده؟ قلت له يا جماعه طب ما هو دلوقتي هو مديني 5000. تكه بقى. الراجل هنا يا جماعه خد بالك من حته بنت جنيه. الراجل قال لك ان المانثلي انكم اكس والاكسبنديتشر اللي هو النفقات او المصاريف واي for a group of families in 100 pounds. يعني 50 100 30 100 300 يعني زود زيروز. تمام، يعني لما اقول 40 ف 40 وجنبها 2 زيروز يعني 40 100 اللي هي 4000 يعني. فهنا هو الراجل قال لك لما الاكسبندتشر اللي هو الواي ب 5000 قلت له يعني الواي ب 55000 الاي. يعني معنى كده هتشيل زيروين لان هي 50 100 الاي. اكتبها كده 50 100 الاي اهي. بص كده حلو. فهو الراجل بيقول لك لو الاكسبندتشر ب 50 روح احسب لي انت استيميت ذا فاليو. لا لو الانكم ب 50 اللي هو الاكس ب 50 هات لي انت الواي. انا اسف، هو بيقول estimate the value of expenditure if الانكم 5000 يبقى الاكس هي ال 5000 الاي اللي هي 50 100 الاي. حلو كده، خدت بالك من التحويله دي؟ 5000 ال 5000 يا جماعه فيهم كام 100 50 100 يبقى 50 100 لان هو كل الارقام اللي كاتبها بال 100. ماشي، بعد كده عايزين نحسب الواي. يبقى الواي ايكوال 8.42 بلس 0.404 الاكس ب 50
واروح احسب دي بالكالكليتر. فلما تحسب دي بالكالكليتر هتطلع بكام يا مستر؟ هتطلع ب 2867 او 28.67. حلو. 100 ايه باوند. يعني 100 ال اي. طب مستر لو هو عايزها بقى بالجنيه على طول من غير 100، اعملها ملتبلاي كام؟ 100. يعني ممكن اعمل كده 2867 تمام ال اي اهو من غير 100. يبقى ده بالجنيه 2000 جنيه 867. حلو. لكن لما تيجي تتكلم عن ال 100 زي ما هو شغال يطلع الرقم. الراجل هنا بقى بيقول لي طب احسب لي الايرور. قلت له ماشي تعالى نحسب الايرور يا جماعه. الايرور عند الاكس بكام؟ ب 40. يبقى الواي ماينس الواي هات. الواي عند ال 40 اهي ب 28. قلت له ماشي. وبعد كده نجيب من الايكويجن الواي هات. قال لي الواي هات 8.42 بلس 0.404 عند ال 40. ده شغل عند ال 40. الاولاني ده كان ده بتاع نمبر 3. حلو. اما ده بتاع نمبر 4 اهو الريكوايرد الرابع. حلو. فيجي هنا الواي بكام يا جماعه؟ ب 28. قلت له ماشي. الواي هنا ب 28. طب الواي هات لما نحسب الكلام ده هيطلع الواي هات ب 24.63. فنقول 24.63 هنا. يطلع الايرور على طول يا معلم حموكشه بكام؟ ب 3.37. وقلت لازم يطلع رقم بوزيتيف. تمام. انا ما حسبتش حاجه، انا جبت المساله حطيتها على الكالكوليتر طلعت لي الاي والبي والار بس وعشت الحياه خلاص. تمام كده يا جماعه؟ تمام كده. يبقى احنا خلصنا الاكسرسايز التاني بكل مسائله بالكالكوليتر. بالله عليك حل بايدك، استخدم الكالكوليتر عشان مره تغلط ومره ما تظبطش. امشي مع الخطوات كل حاجه تبقى مظبوطه ان شاء الله رب العالمين. لو انت وصلت لاخر كلام انا وصلت له دلوقتي اكتب لنا في التعليقات اي حاجه، قول لنا جزر عشان نعرف ان انت وصلت لاخر اخر الفيديو. تمام. فبالتوفيق ان شاء الله.